Mon Hwange. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي تجميعة العجوز والنظام، تجميعة من الحلقة ال 14 لل 17. عملنا لكم كلها في ملخص طويل عشان اصحابنا اللي بيحبوا الملخصات الطويلة، وكمان نزلنا لكم بقصتين جداد: ساحر الحواجز الاعظم، سيد العوالم الخالدة. شوفوهم يا اصحابي ويا ريت تدعموهم، دول قصتين جداد ولذاذ جدا واحداثهم دمار النار. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ ملخصنا الاسطوري. وبقول لكم يا اصحابي النشر هيبقى اسبوعي، وعندنا على قناتنا قصص تانية نحب نعرف رايكم وتدعمونا فيها، في حكاية راين العائد الاقوى، وكمان اسطورة التراجع العظيم، والاحسن حكاية يون وعالم الخالدين، وقصص تانية كتير. اتفرجوا عليها يا اصحابي ورشحوا لنا منها قصص نشتغل عليها مع العجوز. ولو حد عنده قصة جامدة ما اتعملتش قبل كده يقول لنا عليها واحنا نلخصها. ويلا بينا نكمل حكايتنا. وبنشوف بطلنا بيسارع بالهبوط امام هونجو زعيم الطائفه، وبنلاحظ ان زعيم الطائفه متفاجئ جدا. وفي الوقت ده بنسمع قائد كلمه السيف الخفي بيضحك جدا ويقول لبطلنا يا زعيم، هل ساقك ما زالت بحاجه للتدليك؟ دع الامر ليه. وفي الوقت ده بيزيحوا قائده قمه العطر وتقف امامه وتقطع كلامه وتقول لبطلنا الاخ لا يريدك ايها الرجل ذي الرائحه الكريهه. وبنشوف في الوقت ده ان هو اتغاظ جدا، وتكمل كلامها لبطلنا وتقول له الاخ لقد تعبت هذه المرة، دع الأخت الكبرى تدلك كتفين. وبنشوف إن قائد قمة السيف الخفي ابتدى يتخانق معاها ويقول لها فلتصمتي أيتها الحمقاء، هذه المعركة أخيرا جعلتنا نشهد قوة الأخ الحقيقية، وإلا إلى متى كان سيخفيها عنا. وفي الوقت ده بيقطعهم قائد الطائفة ويقول لهم فلتصمتوا أيها الحمقى، أخ الأصغر لا بل السيد لا بل المبجل وفي الوقت ده بنشوف إن بطلنا محرج جدا من كلامهم ويقول له يا قائد الطائفة لا تبالغ في مدحي، لابد أن يكون المرء متواضعا. وفي اللحظات دي بيكون هونج خايف جدا ومتوتر ويقول في نفسه ماذا أفعل في هذا الوضع الحالي؟ هل لا يزال بإمكان الهرب منه؟ سيتم القضاء عليه بالتأكيد. هذا الوغد حقا كلب كبير يمتلك بوضوح قوة ذروة مرحلة الصعود العظيم، ومع ذلك لا يزال يتظاهر بأنه في مرحلة اندماج الجسد. لم أرى في حياتي شخصا بهذه الوقاحة. فيقطع بطلنا تفكير هونج مع نفسه ويبص له وبيقول له هونج اذا انت لا تزال هنا. فلما بيسمع هونج الكلام ده بنشوف علامات الرعب عليه ويقول في نفسه ماذا سيقصد؟ هل سينتهي امري بتلك السهوله؟ وفي الوقت ده بنشوف بطلنا بيقول لقائد قمة السيف الخفي يا اخي تشاو من فضلك قم بتلقين ذلك الوغد درسا لا ينساه. وبنشوف بطلنا بيشاور ناحية هونج بسيخ الطعام اللي في ايده ويكمل كلامه ويقول لا تلقنه درسا فحسب، بل قم بالقضاء عليه واستخدام جثته كسماد للشجرة المزروعة في فناء منزلي. وفي الوقت ده بنشوف تشاو اخرج سيفه وشحنه بالطاقة وعلى وشك ان هو يقضي على هونج، لكن في الوقت ده هونج بيفاجئنا كلنا وبنشوفه راقع على الارض وهو بيقول لي ارجو من المعلم ان يعفو عني، انا على استعداد للتكفير عن اخطائي، ارجو من المعلم ان يسامحني. فنشوف بطلنا بيبص له بكل تكبر ويقول له الم تكن متفاخرا وقويا من قبل؟ لماذا اصبحت فجأة جبانا الآن أيها الوغد؟ فيقول له هونج يا معلمي لقد كنت متكبرا ومغرورا، في هذه المرة أرجوك امنحني فرصة أخرى للتوبة والتكفير عن خطاياي. فنشوف نظرات بطلنا اتغيرت ويقول له إذن فلتقوم بصفع نفسك ولا تتوقف حتى أقول لك ذلك. فبنشوف هونج متفاجئ ويقول وبيعض على أسنانه من الغضب تبا سأستحمل ذل ذلك الوغد. ويقول لبطلنا نعم سأفعلها. ونشوف هونج ابتدى يصفع في نفسه صفعات قوية جدا لدرجة إنها بتخليه يبصق الدماء من فمه. ونشوف بطلنا بيبص له وبيضحك. وفي الوقت ده بتكون شي قلقانه على هونج جدا وتقول اخي الاكبر هونج. وبيكون هونج مستمر في صفع نفسه. ونشوف قائد الطائفه بيقول في نفسه على الرغم من ان هونج لديه شخصيه متمرده الا انه يمتلك امكانيات غير محدوده، اذا تم توجيهه بشكل صحيح تحت اشراف الاخ فلا يزال بامكانه زياده قوه طائفتنا. ونشوفه بيقول بتوتر لبطلنا الخيانه للطائفه تستوجب العقاب، ولكن في اللحظه الاخيره هونج حمى طائفه السماء العميقه وهذا يمكن اعتباره تكفيرا عن خطاياه. اقترح نفيه الى الجبل الخلفي للتأمل في اخطائه. الاخ ما رايك في هذا القول؟ فبنشوف بعد ما سمع كلام زعيم الطائفة بيلتفت ناحية هونج ويقول له بما ان زعيم الطائفة توسط لك وان هذا هو الحال سيتم العفو عن عقوبة الاعدام، لكن لا يمكنك الافلات من هذا العقاب تماما. من الان فصاعدا اذهب وتأمل في اخطائك. فنشوف هونج ابتدى في الصراخ بوجهه المتورم من كتر صفع نفسه ويقول التلميذ هونج يشكر المعلم بشدة على العفو عني.
وبنشوفه بيركض بسرعة وبيغادر المكان. فيقول قائد الطائفة لبطلنا: تلميذك هذا حقا لا يدع أحد يشعر بالراحة. وكمل على كلام قائد قمة السيف الخفي تشاو ويقول له: في هذا المكان لا يوجد سوى الأخ يي يستطيع السيطرة عليه، لو لم يكن هنا الأخ يي فما الذي نساويه في عينه؟ بالتأكيد كان سيقضي علينا. فتقطع أيضا قائدة قمة العطر وتقول له: ففي النهاية هو موهوب بالفطرة، وحقيقة أن طائفة السماء العميقة استطاعت النجاة، كل ذلك كان بفضله ولا يمكننا إنكار ذلك. فنشوف بطلنا يي ابتدى في التمثيل عليهم ويحط ايده على وشه ويقول لهم: تبا تبا، كل هذا اللوم يقع علي بسبب قلة انضباطي وعدم تعليمي له، مما يجعله يتصرف بتهور هكذا. لا تقلقوا جميعا، سأواصل تعليمه. ونشوف ان هو بيقول في نفسه: انا فقط احب رؤيته وهو منزعج، لكنه ما زال مضطرا لكتم غضبه والتظاهر بالسعادة، ان ذلك يفرحني حقا. وبنشوف ان هو سابهم وراح يجلس على الكرسي وبدأ ينده في الشاو ويقول لها: شياو شياو يا تلميذاتي العزيزة، معلمك يرغب في تناول الهوت دوج الآن. فنشوف شياو بتجري ناحيته وتقول له: حسنا حسنا، شي ستفعل ذلك حالا للمعلم. وبنتقل بينا المشهد الى الجبل الخلفي لطائفة السماء العميقة، وبنشوف هونج جالس وهو يبدو عليه الغضب الشديد ويقول في نفسه: انا لا اؤمن انك ستظل ناجحا واقوى مني الى الابد، طالما انني ساتدرب ايها الوغد فساصل قريبا الى قمة مرحلة الصعود العظيم، بل وربما اتجاوزك ايضا، وحينها لن يرحمك احد مني. وبنشوف ان هو بيبص على انعكاس وجهه في احد البرك ويكمل كلامه بغضب شديد ويقول: يي فلتنتظرني وسترى، سأقوم بالقضاء عليك لا محالة. وفي الأوقات دي بيكون الشائعات عن بطلنا وهونج غزت جميع الطوائف والمناطق بما فيها السهولة الوسطى بأكملها والمنطقة الشرقية والغربية. بينتقل بينا المشهد إلى المعبد المعلق الخاص بالرهبان، وبنشوف مجموعة من الرهبان واقفين مع بعضهم ويقول أحدهم: هل تلك الإشاعات المنتشرة بخصوص طائفة السماء العميقة هل هي حقيقية حقا؟ هل من الممكن أن يكون ذلك المدعو وصل إلى مستوى ذروة الصعود العظيم حتى أنه تمكن من القضاء على 18 شيخ من كبار طائفة الريشة الخالدة؟ وبنشوف مجموعة أخرى من الرهبان بتتكلم عن الإشاعات برضو اللي دايرة عن بطننا، ويقول أحدهم: ماذا تمكن ذلك المدعو من إبادة 1,000,000 محارب طاوي؟ يا للمصيبة، أخي لا يزال هناك. يبدو أننا سأضطر إلى الاعتناء بزوجة أخي. ويقول آخر: شخص متعطش للقتل بهذا الشكل بالتأكيد هو شيطان وليس مجرد محارب قوي، إنه ببساطة أقوى ساقل في المنطقة الشرقية. وبنتقل بينا المشهد إلى طائفة الريشة الخالدة، فبنشوف شياو بيقول لشخص واقف أمامه: أنت هل ما تقوله صحيح حقا؟ فيبتدي الشخص ده بالصراخ ويقول: يا خليفة الطائفة، ما قلته صحيح تماما. الآن هذه المسألة انتشرت في جميع أنحاء المنطقة الشرقية، وخسرنا نحن طائفة الريشة الخالدة هذه المرة بشكل كامل، يا له من عار. وبنعرف إن الشيخ اللي بيتكلم ده هو كبير شيوخ طائفة الريشة الخالدة ويدعى الشيخ مو. فبنشوف في الوقت ده شياو بيرتعش ويقول بكل غضب: يي كما أنت ماكر، لقد وصلت بالفعل إلى مرحلة الصعود العظيم، لكنك كنت تخفي قوتك عمدا من أجل أن تستهزئ به. ويقول في نفسه: كنت أعتقد أنني من خلال جهدي في التدريب حتى مرحلة اندماج الجسد أصبحت أمتلك القدرة على مواجهتها، لكنني لم أكن سوى أحمق يحلم حلما مستحيلا. وبنشوف إن هو من الصدمة ومن شدة يأسه وقع على الأرض. فنسمع الشيخ مو ده بيقول له: أيها الخليفة، لا تفقد الأمل، ذلك الشيطان ذو الشعر الأبيض ربما يكون وحشا عجوزا عاش لعشرات آلاف من السنين، وإلا كيف يمكن أن يمتلك مثل هذه القوة العميقة؟ طب حاسب كده بقى، بطلنا يا حبيبي مع النظام، وخلي بالك بقى وكل عيش بدل ما تموتوا انتوا الاتنين. ويكمل ويقول له: أنت ما زلت شابا، لكنه في مرحلة الصعود العظيم، وهذا أقصى ما يمكنه الوصول إليه، ولكن بالنسبة لك ولمهاراتك ستكون مرحلة تتجاوزها بالتأكيد في المستقبل، فأنك أمل طائفتنا. فنشوف إن الشاو ابتدى يبتسم ويقول: هذا صحيح، في المستقبل بالتأكيد سأتجاوز مرحلة الصعود العظيم وأصل إلى الخلود لا محالة. كيف لي أن أقبل الهزيمة بهذه السهولة؟ أليست مجرد مرحلة الصعود العظيم؟ عاجلا أم آجلا سأخترقها أيضا. وبنشوف ان الشيخ مو بيقومه من على الارض، وفي الاثناء دي بنسمع شياو بيقول له: الشيخ مو، من فضلك ابلغ كبار الطائفه لقد قررت صقل كنز طاقه اليانغ العظيم مسبقا فقط لاسرع في تعزيز قواتي وزياده مستواي. فيقول الشيخ مو: ماذا أيها الخليفة؟ هل تنوي فعل ذلك الآن؟ أيها الخليفة، أنا أتفهم مشاعرك، لكن عليك أن تهدأ.
فنسمع شاو بيقول له بكل غضب: الشيخ مو أرجوك فلتثق فيه ولتنفذ ما أريده. الآن كل ما أريده هو أن أصبح أقوى ونرى الشمس الحقيقية قد تم إعدادها لي منذ البداية. هذا أمر قد كتب في القدر منذ زمن طويل، فلتحضرها لي فأنا الخليفة. فمع جسد الشمس الخالدة الذي أمتلكه بالتأكيد سأصبح أقوى وسأخضع لولادة جديدة. وبنشوف شياو جالس بيتدرب ويحسن من صقله، بس أصحابي هنا مش عارف هو بيثقل الجنس ولا قاعد بيتدرب عادي. ما علينا. فبيقول له الشيخ وهو بيغادر المكان: حسنا، سأرفع الأمر كما هو، لكن أرجو من الخليفة أن يكون مستعدا نفسيا. فبنشوف شاو الغضب مسيطر عليه وبيقول: في المرة القادمة سأقتلك حتما بيدي. وبنتقل بينا المشهد لبعد 3 شهور إلى قمة الضباب، وبنشوف بطلنا جالس بيستمتع بوقته، وهونج بيقدم لبطلنا عصير العنب. وبنسمع بطلنا بيقول له هونج الصغير، احضر لي المزيد من شراب العنب. فنسمع هونج بيقول له: حسنا يا سيدي انا قادم. وبنشوفه خاضع لبطلنا بالكامل وبيقول له: تفضل يا سيدي استمتع بوقتك. فبنشوف بطلنا لسه بيعامل هونج كانه خادم ليه وبيستمر في اذلاله. وبنسمع هونج بيقول بكل بؤس: حسنا، لقد قلنا هذا الرجل مره اخرى، هذا الرجل مصاب بمرض في عقله حقا، متى ستنتهي ايام البائسه هذه معه؟ ومره واحده بتظهر لبطلنا رساله من النظام مكتوب بها: تم تحديث عدد مرات تسجيل الدخول اليومي، هل يرغب المضيف في تسجيل الدخول؟ فبنشوف بطلنا انبسط جدا من الرساله دي وبيقوم بتسجيل الدخول، وبتظهر له رساله اخرى مكتوب عليها: مبارك للمضيف، لقد حالفه الحظ بشكل مذهل وحصل على وسيله تنقل من الدرجه العليا. فبنشوف بطلنا متفاجئ، ومن شدة تفاجؤه أوقع الكأس الذي بيده، ونسمعه بيقول: ماذا وسيلة تنقل من الدرجة العليا؟ ولكن في اللحظة دي بنشوف هونج بينحني أمام بطلنا وبيقول له: التلميذ يدرك خطأه، أنا آسف جدا أيها المعلم. وبيكون بطلنا مش معاه أساسا وبيفكر في الرسالة اللي ظهرت له من النظام، وبيقول في نفسه: أيها النظام، وضح لي بشكل كامل ما نوع وسيلة التنقل هذه. فبتظهر له رسالة من النظام مكتوب بها إنها العنقاء القرمزية، لكنها لا تزال في مرحلة الطفولة حاليا، لكنها تنتمي إلى فئة الركوبة العظمى، يرجى من المضيف الاهتمام بها جيدا. فتظهر له رسالة أخرى من النظام مكتوب بها: كونغ بنغ، وحش قديم ذو إمكانيات نمو غير محدودة، يعد واحدا من أقوى الكائنات في العوالم ال10، يمكنه التحليق بحرية في السماء، كما يمكنه السباحة في المحيطات بكل سهولة. دنغ دي من عندي بقى تنبيه، شكل كده القصة أحداثها هتبقى دمار، عشان بيقول له عالم من العوالم ال10 وشكلهم هم في عالم واحد، يعني هيبقى فيه مستويات أعلى وهيبقى فيه مغامرات أكتر. نكمل. فبنشوف بطلنا فرحان جدا ويقول مع نفسه: بالتأكيد محارب وسيم مثلي كيف يمكنه الخروج بدون ركوب شيء فخم. علاوة على ذلك فإن كونغ بنغ هو وحش أسطوري طالما كنت أسمع عنه في الروايات الخيالية، والآن يمكنني ركوبه. يا لها من سعادة، حتى أنه يمكنني التباهي به أمام الآخرين عند الخروج. وفي الوقت ده بيكون هونج بيبص لبطلنا ومستغرب من رد فعله والحركات اللي بيعملها، ويقول في نفسه: اللعنة، يبدو أنه لم يغضب حتى ما خاطب هذا الرجل فجأة. وما هذا التعبير؟ هل يمكن أن يكون هناك شيء جديد آخر سأستفيد منه مرة أخرى؟ فأنا أعلم ردود الفعل تلك لا يفعلها إلا إذا كان هناك مكاسب سيحصل عليها. وفي الوقت ده بيقطع تفكير هونج دخول شيل المكان، وبتحمل في ايديها رسالة وتقول: معلمي، لقد تلقى زعيم الطائفة دعوة وأرادني أن أقوم بتسليمها لك يا معلم. فبنشوف بطلنا مسك الدعوة وينظر لها بتأمل ويقول: دعوة وليمة من عائلة شو في ولاية لينغ. سمعت أن سلفهم العجوز قد خرج مؤخرا من عزلته ووصل إلى مرحلة شبه الخلود بعد أن تمكن من اجتياز المحنة، مما أثار ضجة كبيرة في المنطقة الشرقية. ولكن في هذا التوقيت بالذات تدعو طائفة شو، طائفة السماء العميقة، إلى وليمة يبدأ أنهم يريدون إثبات قوتهم وترهيب الآخرين لتعزيز سمعة عائلة شو بعد أن وصل سلف عائلة شو إلى مرحلة الخلود الوهمي. فيقطع هونج كلام بطلنا ويقول له: يا معلمي، رغم أن مستوى شبه الخالد لا يقارن مع مستوى الخلود الحقيقي، إلا أنه لا يزال خصم لا نستطيع التعامل معه، لا أنت ولا طائفة السماء العميقة. ولا تنسى أنك جعلت لطائفة السماء العميقة أعداء قصر. هل ستكون الأمور بخير مع ذهابك إلى طائفة شو؟ فهذا الأمر يبدو خطيرا للغاية. فنسمع بطلنا بيقول له وهو ماسك الدعوة في إيده:
خطير؟ هذا مستحيل، أنت ستأتي معي إلى الوليمة بالتأكيد. وبنشوف بطلنا بيقول في نفسه شبه خالد: هل هو قوي لهذه الدرجة؟ هل يجرؤ على تحدي بهذه السهولة أيضا؟ سأريكم من أنا وسأتباهى أيضا بمطياتي الجديدة. وبنشوفه بيضحك. المطية دي يقصد بها وحش الروحي اللي هو بيتنقل بيه. وفي اللحظة دي بتظهر له رسالة من النظام مكتوب عليها: تم تفعيل مهمة جديدة، على المضيف الذهاب إلى وليمة عائلة شو بمطيته الجديدة وإبهار الجميع، وإذا فعل ذلك سيحصل على مكافأة خاصة. فبنشوف بطلنا سعيد جدا وبيقول في نفسه: أيها النظام، لقد أتيت بالمهمة في الوقت المناسب، فقلبي يتوق إلى إظهار قوتي. فنسمع في الوقت ده شي بتقول له: معلمي متى سنذهب إذن إلى هذه الوليمة؟ فنشوف بطلنا بيبتسم ويقول لها: الآن. فبنلاحظ إن هونج غاضب ويقول في نفسه: لماذا هذا الرجل واثق من نفسه دائما؟ ونشوف بطلنا ينكر بأصابعه ونلاحظ إن الأجواء ابتدت في التغيير والمكان بدأ بالاهتياج، ونرى موجات من الطاقة العنيفة التي جعلت حتى وحوش المنطقة يسارعوا بقى الهروب من المكان. وعندما يلاحظ أفراد طائفة السماء العميقة ما يحدث، يقول أحدهم: ما الذي يحدث؟ هل نهاجم من قبل الوحوش؟ يا زعيم ما الذي يجري؟ وبنسمع تشياو قائد قمة السيف الخفي بيقول: يا زعيم الطائفة، هذا الوحش من مستوى الصعود العظيم، لماذا ظهر هنا؟ هل أرسلته طائفة الريشة الخالدة؟ فنشوف زعيم الطائفة متوتر ويقول له: بغض النظر عن من أرسله، علينا تفعيل تشكيل الحماية الآن الخاصة بالطائفة. ونشوف إن هم بدأوا في نشر الحاجز حوالين الطائفة، ولكن الحاجز ده ما بيصمتش حتى لبضع ثواني وبنشوفه اتكسر. وفي الوقت ده بيكون هونج بيبص للي بيحصل ويقول: هل هذا يمكن أن يكون؟ في الوقت ده بنشوف شي خايفة جدا وبتقول: الوحش قادم لالتهامي. لكن بنلاحظ ان بطلنا علامات الجدية على وشه وبيقول في نفسه: ليس سيئا، فمع هذه القوة هو لا يزال في مرحلة الطفولة. أخشى أن الشيوخ 18 السابقين لن يكونوا ندا له. إذا نما أكثر فكم ستكون قوته؟ ستكون مرعبة بالتأكيد. وفي الوقت ده بنشوف هونج متفاجئ ويقول: وحش أسطوري قديم في مستوى الصعود العظيم يهبط فجأة ليهاجم الطائفة. إذا انخرطت في هذا القتال سأموت بالتأكيد. أرأيت هذا ما تستحقه. وفي الوقت ده بنشوف إن بطلنا اتجه ناحية الوحش الأسطوري. فلما بيشوف كده هونج بيقول: هل هذا الرجل لا يقدر حياته؟ كيف يجرؤ على هجوم على مثل هذا الوحش؟ أولا هل يحاول الانتحار وجرنا معه؟ وفي الوقت ده بيكون بطلنا واقف امام ذلك الوحش الاسطوري. فعندما يرى هونج ذلك يقول: ما الذي يفعله هذا الرجل بالضبط؟ وفجأة تتحول نظرات هونج الى نظرات تفاجؤ شديد ويقول: كيف هذا؟ كيف يكون ذلك ممكنا في الأساس؟ وبنشوف إن بطلنا استطاع إخضاع ذلك الوحش، وبنشوفه وقف قدامه وبيقول له: يا لك من طفل مطيع، سيكون اسمك من الآن أكن، ومن الآن وصاعدا ستتبعني. فعندما يرى قائد الطائفة ما يحدث وهو وقادة القمم الآخرين، نرى أنهم متفاجئين للغاية، ونسمع قائد الطائفة يقول: ما الذي أراه؟ هل أنا أرى بشكل صحيح؟ الأخ فقط رفع يده وتمكن من إخضاع ذلك الوحش الأسطوري. فيرد عليه في الوقت ده قائد قمة السيف الخفي يقول له: يبدو أن هذا الوحش يعرف الأخ منذ البداية. فتقطعهم قائدة قمة العطر وتقول لهم: أيها الجميع، هذا الوحش يبدو مشابها جدا لوصف وحش أسطوري قد قرأته في كتاب قديم يدعى كونغ بينغ، وهو وحش قديم أسطوري. فيكمل على كلمات قائد الطائفة ويقول: بالحديث عن ذلك أتذكر أنا أيضا أن الوحوش الأسطورية المدعوة بكونغ بينغ البالغة يمكنها ابتلاع الكواكب والسفر عبر العوالم، ولكن هذا الوحش يختلف تماما عن الوصف. فيقول له قائد قمة السيف وهو مذهول: أعتقد أنه لا يزال في مرحلة الطفولة، إذا بلغ ستكون قوته لا تصدق بالتأكيد. وفي اللحظة دي بنشوف إن بطلنا متجه نحوهم ونسمعه بيقول لهم: لا داعي للذعر، فإن ذلك الوحش أصبح الوحش الخاص بي الآن، ولقد أسميته أكن. فيقول له قائد الطائفة: ماذا؟ هذا الوحش الأسطوري القديم هو وحشك الخاص ومطيتك؟ فنسمع قائدة قمة العطر بتقول له: الأخ بالتأكيد محظوظ، حتى السماء ترعاه، ربما هذا هو القدر. وفي الوقت ده بنشوف هونج بيحقد على بطلنا للغاية ويقول في نفسه: في الماضي قال أحد الحكماء الخالدين أن هذه الوحوش الأسطورية القديمة قد انقرضت، ولكن الآن أنا أرى وحش أسطوري يظهر فجأة، بل وأصبح أيضا مطية للأخ كم هذا سخيف.
ثم نرى يكمل كلامه بغضب شديد ويقول: لماذا يرعى القدر شخص مثل ذلك الكسول والمنحط بينما أنا الذي يكافح ويتدرب بجد، بالإضافة إلى تلقي معاملة سيئة والتعرض للإهانة، لا ألقى مثل هذا المصير. وفي الوقت ده بيقطعهم بطننا وهو بيقول لهم: يا سيد الطائفة، نحن مستعدون للمغادرة، مع وجود أخ معنا لا تقلقوا علينا، سنصل إلى هناك في أسرع وقت، ولكن أنا أشعر وكأن هناك شيئا ناقصا، لقد تذكرت. وبنشوف بطلنا بيأدي تعويذة ما، وبنلاحظ إن منزل زعيم الطائفة انتقل إلى ظهر الوحش الأسطوري. فنسمع بطلنا عندها بيقول لزعيم الطائفة: جيد جدا، الآن بهذه الطريقة يمكنني الاستلقاء بالداخل والاسترخاء كما أريد. فنشوف ان قائد الطائفة في حالة كبيرة من الصدمة ويصرخ ويقول: ما الذي تفعله؟ ان ذلك منزلي. وفي الوقت ده بيقول بطلنا لهونج وشي: فلتتبعوني ايها التلاميذ واصعدوا بسرعة، نحن سننطلق الى وجهتنا الان. فنلاحظ ان شي متحمسة جدا للذهاب، وبنشوفها بتمسك بيد هونج وبتسحبه وهي بتقول له: رائع، انا قادمة الان يا معلمي، ايها الاخ هونج عليك بالاسراع، فالمعلم ينادينا. فنرى هونج يذهب وهو غاضب بشدة ويقول: أعترف أنه يحمل حظا عظيما، كما أنه بقى الفعل قوي، ولكنني أرفض أن أصدق أنني سأظل دائما تحت رحمته. طالما أنني أتحلى بالصبر فسأتمكن عاجلا أم آجلا من انتزاع حظه وتحويله إلى صالحي، طالما لن أستسلم فكل شيء ممكن. وبنشوف أن هونج سارع ناحية الوحش وبنشوفهم غادروا المكان، وبنسمع بعد مغادرتهم للمكان قائد الطائفة بيقول لتابعيه: بالمناسبة، هل تعتقدون أن ذهاب الأخ إلى مأدبة عائلة شو لن يسبب أي مشاكل؟ صحيح، كبير عائلة شو هو خبير في مرحلة الخلود الوهمي. فيقول له زعيم قائدة السيف الخفي: أنت تقلق دائما يا زعيم بلا سبب، متى جعلنا الأخ نقلق عليه من قبل؟ فيرد عليه الزعيم ويقول له: في الواقع سأكون ممتنا إن لم يسبب الأخ أي فوضى هذه المرة. فعائلة شو تحاول تخويفنا، ولكن دعوة النمر إلى منزلهم أعتقد أنهم سيندمون على فعل ذلك لا محالة. وبنتقل بنا المشهد إلى المنطقة الشرقية، وبالتحديد في ولاية لينغ على جزيرة عائمة خاصة بعائلة شو. وبنعرف ان جميع العائلات لبوا دعوة طائفة شو وقدموا إليها من جميع الأنحاء لحضور تلك الوليمة الخاصة بسلف العائلة. وبنسمع مجموعة من الأشخاص الموجودين في القصر الرئيسي لعائلة شو تهانين على اختراق السلف إلى مرحلة الخلود الوهمي، والآن لمدة 300 عام قادم ستظل العائلة محمية بوجود هذا السلف هنا. هذا يجعلنا نحسدكم حقا، قد يكون حاليا السلف في مجرد مرحلة الخلود الوهمي، ولكن من يدري، ربما يتمكن في المستقبل من اختراق هذا المستوى ليصبح خالدا حقيقيا، وهذا يعني أنه قد يعيش لملايين السنين. السيد شيو، ألا تعتقد أنني على حق؟ فيقطع شخص بجانبه ويقول: السيد شيو هو الحفيد الأكبر للعائلة الرئيسية، أليس هذا يعني أن مكانته أصبحت أعلى الآن؟ ليس فقط في ولاية لينغ ولكن في كل المنطقة الشرقية يمكنه التصرف كما يشاء دون عوائق. فنسمع تشيو بيقول لهم: أنتم تبالغون في الثناء علي يا رفاق، لا تقلقوا، فنحن جميعا أصدقاء، كما أن عائلة شو ستحرص على الاهتمام بكم. فيقول له أحد الحضور: بالمناسبة، هل أرسلت عائلة شو دعوة لطائفة السماء العميقة؟ فلما بيسمع تشيو تلك الكلمات بنرى أن تعابير وجهه اختلفت، ويقول لهم: بالطبع، ولكننا لا نعرف إذا كانت طائفة السماء العميقة ستجرؤ على إرسال أحد أم لا لحضور المأدبة. من الأفضل ألا يرسلوا شخصا مغمورا لا قيمة له ليخضعوا آلاتنا، وإلا فلن يسمح حتى لو بالدخول من الباب. فيقول ذلك الشخص لتشيو: ماذا لو جاء بنفسه؟ فنشوف ان تشيو بيبتسم ابتسامات تكبر ويقول لهم بغرور شديد: إذا جاء سأجعل ذلك الريف يرى مدى قوة عائلة شو الحقيقية. ونرى ذلك الشخص يبتسم ويقول له: بالطبع، السيد الشاب تشيو مهيب للغاية، ذلك المدعو رغم كونه صاحب مكانة رفيعة في طائفته، لكنه عندما يرى سيدنا الشاب تشيو عليه أن يأتي ليقدم له نغبا بكل طاعة واحترام. فنسمع شخص آخر بجانبه يقول: أجل، بالطبع صحيح، فجد السيد الشاب تشيو هو خبير في مرحلة الخلود الوهمي، مهما كان ذلك المدعو قويا، هل يمكن مقارنة نفسه بخبير مثل سلف عائلتكم؟ فبنشوف تشيو بيبتسم بمكر ويقول في نفسه: مهما كان اسمك مشهورا فأمامي لن تكون ذا شأن،
حتى لو كنت تنينا فعليك ان تبقى مطيع لي وتقدم فروض الولاء ايها الوغد. وفجأة واحدة بتقاطع صرخات الحاضرين تفكير تشيو، وبتشوف الحاضرين متفاجئين من اللي بيحصل، ويقول احدهم يا الهي ما هذا، ما الذي يحدث؟ لماذا الاجواء بدأت في التقلب؟ وما هذا الوحش الروح المهيبة القادم باتجاهنا؟ وفي الوقت ده بيكون بطلنا حضر لعند طائفة تشو وهو راكب على وحشه الاسطوري القديم اكون، وبسبب كده يا اصحابي بيكون في ضغط هائل من القوة على المكان اللي خلت جميع الحاضرين مذهولين من مدى شدتها ولا يستطيعون تصديق ما ترى اعينهم. فنرى احدهم ينظر وهو متفاجئ بشدة ويقول ما هذا الوحش الأسطوري؟ أشعر بهالة قوية مثل هالة الشخصيات والمقاتلين العظام. ونسمع آخر يقول وهو متفاجئ أيضا أيمكن أن يكون هذا هو كونغ بنغ، لكنه وحش من العصور القديمة وقد اختفى منذ زمن بعيد وفقا للأساطير. وبنشوف أن جميع الحاضرين بيتسألوا عن من صاحب هذا الوحش، فنسمع أحدهم يقول للسيد الشاب أيها السيد الشاب تشيو، يبدو أن هناك شخصية عظيمة قد جاءت إلى الوليمة راكبة على ذلك الوحش الأسطوري، إن ظهوره في هذا العالم يعتبر شيئا جيدا أليس كذلك؟ قطع كلام الشخص ده شخص آخر ويقول يا إلهي من هذا الذي يستخدم وحش أسطوري قديم ذا مرتبة عليا كوسيلة نقل؟ لابد أن يكون إذن شخصية عظيمة جدا جدا. وفي الوقت ده بنشوف تشيو مذهول جدا من اللي شايفه، وهو لا يزال يسمع الأشخاص الذين بحوله، ويقول أحدهم لا عجب أن يكون ذلك هو الجد الأكبر لعائلة تشو، فلابد أنه يمتلك علاقات مع مثل هذه الشخصيات العظيمة والجبارة. في الوقت ده بنشوف أن تشيو بيستغل الفرصة ويقطعهم ويقول نعم هذا الضيف له علاقة قديمة بجدي بقى الطبع كما قلتم. لقد أخبرني والدي مسبقا إنه عندما ولدت ظهرت شخصية عظيمة وعرضت أن تتبناني كابن بالتبني، ولكن والدي اعتبر أن هذه العلاقة ستكون عبئا كبيرا لذا رفض بلطف. والآن عندما أفكر في الأمر أشعر بالكثير من المشاعر. يا واد يا مشاعر انت هتلبس في حد دلوقتي. فنسمع احد الحضور بيقول له حقا لعجب ان هذه هي عائلة تشيو العريقة، ولكن من يكون هذا الشخص العظيم؟ هل يمكننا ان نسأل ونعرف من هذا الشخص العظيم الذي اتى من مسافة بعيدة لحضور تلك الوليمة؟ فنسمع تشيو بيقول انا ممتن جدا لك ولهذه الصداقه ايها الشيخ الاكبر. في الوقت ده بنشوف بطلنا يي وتلاميذه على ظهر اكون، وبنسمع يي بيقول لهم انا يي قائد قمه الضباب من طائفه السماء العميقه. فنشوف ان الحضور في حاله من الذهول التام، ويقول احدهم اهو ايه حقا؟ كان الجميع يقول ان طائفه السماء العميقه هي طائفه قديمه من العصور السحيقه. كنت اشك في ذلك من قبل، ولكن الان انا اصدق تماما، حتى ان وحش الكونغ بنغ الاسطوري يستخدمونه كوسيله نقل يمكن تخيل مدى رعب قوتهم. وفي الوقت ده بنشوف ان تشيو في حاله من الصدمه الشديده لدرجه ان فكه اوشك على السقوط من وجهه، ويقول هذا كيف يمكن ان يكون هو؟ وفي الوقت ده بنشوف ان انظار الحاضرين كلهم اتوجهت ناحيه تشيو، ويقول له احدهم بتوتر ولكن ايها السيد الشاب تشيو انت قبلا قلت. فنرى تشيو ينظر لهم بتوتر وغضب ويقول لهم هل انا قلت شيئا؟ انصحكم جميعا بالتفكير مليا قبل ان تتصرفوا. فنشوف ان الحضور بيسيروه ويقولوا له نعم السيد الشاب تشيو لم يقل شيئا ولم نسمع اي شيء ايضا، وهم بيقولوا في سرهم هذا الوغد وقع حقا. وفي الوقت ده بيقطعهم دخول سلف العائله الى المكان، وهو بيقول لم اكن اتوقع ان الشخص الذي قادر على ترويض الكونغ بنغ سيكون مجرد شاب من طائفه السماء العميقه. وفي الوقت ده بنسمع جميع الحضور بيحيوا السلف ويقولوا في نفس واحد نحيي السلف الاكبر. ولما بيتجه السلف ناحيه اكون بيشوف ان هو مذهول جدا من قوه وطاقه اكون، وبيقول في نفسه مثل هذا الوحش الاسطوري القديم لو كان يمكن ان يصبح ملكا لعائله تشو سيكون ذلك رائعا جدا. تبا لو لمخاوفي من قوة طائفة السماء العميقة المتصاعدة مؤخرا في المنطقة الشرقية ومن أصل ذلك الكونغ بنغ لكنت فكرت في اغتصابه بالقوة وأخذه. وبنشوف إن السلف اتوجه ناحية بطننا وبيبتدي في الابتسام ليه ويقول له اتضح أن السيد الذي حضر هو السيد المحترم يي، حقا لقد أضأت بقدومك منزل عائلة تشو. في الوقت ده بيظهر لبطلنا رسالة من النظام مكتوب بها تهانينا للمضيف على إتمام المهمة، مكافأتك هي زيادة سرعة التدريب التلقائي على جميع المهارات والتقنيات بمقدار 50 ضعفا. فنشوف بطلنا بنتفاجئ ويقول في نفسه ليس سيئا ابدا، يبدو ان امتلاك مطية مثل اكون له فوائد، حتى خبير في مرحلة شبه الخالد يمنحه بعض الاحترام، اما هذه المكافأة فليست سيئة ايضا. وفي الوقت ده بنسمع بطلنا بيقول للسلف انا يي امثل طائفة السماء العميقة واهنئك على اختراقك للمرحلة المبكرة من شبه الخلود. فبنشوف ان السلف بيبتسم لبطلنا ويقول له تفضل يا سيدي من هنا. وبنتيل بنا المشهد وبنشوف بطلنا
وتلاميذه داخل قصر عائلة شو. وأثناء سيرهم بداخله نسمع الحاضرين يقول: رهبان المعبد المعلق القذرون دائما ما يصفون ذلك الشخص بالشيطان ذو الشعر الأبيض، ولكن عندما رأيته اليوم وجدت أنه يبدو وسيما جدا ولا يشبه أبدا الشائعات المخيفة التي نسمعها عنه. وبيبتدوا في الحديث عن هونج أيضا، ونسمع أحدهم بيقول: انظروا بسرعة، تلك المرأة ذات الرداء الأحمر بجانبه إنها التلميذة الكبرى له، ويطلق عليها الناس لقب الجنية الحمراء من شدة جمالها. وأيضا ذلك الطفل الصغير الذي يسير بجانبهم رغم أن وجهه غير واضح ولكنه يبدو لطيفا جدا، إنه حقا لا يبدو كما تصفه الشائعات بأنه شيطان شرير. وفي الوقت ده بنشوف إن بطلنا مبتسم وإن علامات الحماسة ظاهرة على شي بعد ما شافت الأكل، فنرى بطلنا يضع يده على رأسها وهو بيقول: يا شي إن هناك الكثير من الطعام اللذيذ. في الوقت ده بنسمع شي بتقول لبطلنا: أوه، هناك الكثير من الطعام اللذيذ، الأخ هونج انظر بسرعة. فبنشوف ان بطلنا مستمر في الضحك ويقوم بوضع يده على رأسها وهو بيقول لشي: اذا كنت ترغبين في الاكل فاذهبي وكلي. فبنشوف شي اتجهت ناحية الاكل وهي بتقول لبطلنا: حقا اذا لن اكون مهذبة بعد الان، فانا فأر صغير جائع على اي حال. وبيقطع الاجواء دي تشيو ونسمعه بيقول لبطلنا: الاخ مضت فترة طويلة منذ اخر لقاء لنا، كيف حالك؟ فنلاحظ ان بطلنا ما بيبصلوش حتى ويقول في نفسه: من هذا الاحمق؟ هل يظن انه يعرفني جيدا؟ فيكمل تشيو كلامه ويقول لبطلنا: انا السيد الشاب لعائلة شو واحمل الدم النقي لسلالة الجد الاكبر. وبنشوف بطلنا في الوقت ده مش مبالي بكلام تشيو خالص ولا حتى مديله اهتمام، ويقول له: ها ماذا قلت؟ وبيلتفت ويسيبه. فبنسمع تشيو يقول من خلفه: لم يفت الاوان بعد على معرفتك بمن اكون. فبنلاحظ ان بطلنا بيغادر ويقول له: وما دخلي انا في ذلك. فنشوف ان تشيو غاضب جدا بس مش مبين، ويصرخ ويقول مع نفسه: انا السيد الشاب لعائلة شيو والوريث المستقبلي للعائلة، وجد الاكبر هو خبير في مرحلة شبه الخلود. كيف تجرؤ ايها المتوحش على مخاطبتي بهذه الوقاحة؟ كيف تجرؤ؟ وفجأة واحدة بنشوف تشيو التفت ناحية الحضور اللي بيكونوا بيبصوا له بصات خيبة امل، فيصرخ عليهم ويقول: الى ماذا تنظرون ايها الاوغاد؟ وفجأة واحدة بنشوف ان تشيو في حاجة بتجذب انتباهه وبيلتفت ناحية شيء ما وينظر له، وبنعرف ان هو بينظر الى هونج ويقول في نفسه: هذه هي العبقرية التي هزمت خليفة طائفة الريشة الخالدة، يا لها من امرأة رائعة الجمال، هذا الوجه وهذه الهالة لا تقارن معها أي من النساء التي عرفتهن من قبل، فلا يمكن لأحد المقارنة بها على الإطلاق. وبنلاحظ أن الغرور واخده وبيكمل في نفسه يقول: أنا شاب وسيم وأنيق، كم من النساء الذين وقعوا في حبي ولن يتمكنوا من الإفلات من شباكي، أنا متأكد أنه بمجرد أن أذهب إليها وأحدثها يمكنني بسهولة كسب قلبها بسحر الأخاذ. وبنشوف أن علامات الانحراف بدت على وشه، ويكمل كلامه مع نفسه ويقول: عندها سأستغلها للسيطرة عليه بالتأكيد. في الوقت ده بيكون هونج في زهرة لفت انتباهه ويمسكها بيده ويتأمل فيها، فبنشوف ان تشيو بيستغل الفرصة وبيتجه ناحية هونج وهو بيقول له: هل الجنية الحمراء تحب الزهور؟ هذه الزهرة تدعى زهرة ياو تو، وهي من اجمل الازهار المناسبة للزينة، كما انها نادرة للغاية، حتى عائلتي لم تتمكن سوى من جمع 6 زهرات منها فقط، لكن ان كانت الجنية الحمراء تحبها فلتأخذها دون تردد، فهذا مجرد تعبير بسيط عن تقديري لها. فبنشوف هونج بيتنهد ويقول في نفسه: يا له من خنزير غبي جاهل. ففي المنطقة الوسطى تعرف هذه الزهرة باسم زهرة النجوم، ويمكن استخدامها لصناعة حبوب تزيد من القوى الروحية، وهذه الزهرة من أفضل الموارد النادرة، ومع ذلك يستخدمونها هؤلاء الحمقى كزينة. حقا انهم مجرد فلاحين جاهلين. فيكمل شيو كلام الهونج ويقول له: الجنية الحمراء، ماذا ألا تحبين هذه الزهرة؟ فيلتفت له هونج ويقول له: انت لا تناديني بالجنية الحمراء، فانا رجل يا رجل. فنشوف ان شيو متوتر ويقولها: الجنية الحمراء، ما اروع حسك الفكاهي، انت جميلة المظهر وتجدين ايضا القاء النكات، كم هذا رائع. هل لي بشرف دعواتك إلى الجناح الخاص بي لنناقش معا بعض الفنون القتالية وأساليب التدريب؟ فنشوف هونج في اللحظة دي انفجر من الغضب والتفت ناحيته وهو بيخرج هالته ويقول له: إذا وصلت إزعاجي ستموت. وفي الحالة دي بنشوف ان تشيو شايف امامه هالة مهيبة من القوة المرعبة التي جعلته يرتعش ويخاف من شدتها، بل لدرجة انه جعلته يسقط على الارض ويقول: لماذا أشعر بمثل هذا الشعور أمام ضغط طاقتها؟ حتى الجد الأكبر لعائلتنا الذي بلغ مستوى الخلود الوهمي ليس سوى نملة تافهة أمامها. وفي الوقت ده بنشوف شيخ قادم من خلف تشيو وهو بيقول: السيد الشاب تشيو مجنون حقا تماما أن تركع أمام امرأة لكونها في غاية الجمال. هل هذه هي أحدث طريقة للمغازلة في هذا العصر؟
يا له من عار مخزن. وبنشوف ان هو قام بلط تشيو على خده، وبنعرف ان هو ده قائد طائفة تشيو اللي بيكون في المرحلة المبكرة من الصعود العظيم كما انه اباه. فنرى تشيو ينظر له ويقول له ابي انا، فبيقطع كلامه والده ويقول له اخرس. وبنشوفه بيقدم التحية لهونج وهو بيقول له ايتها الانسة هذا كله خطئي، لم اقم بتأديب ابني كما يجب. فنشوف هونج بيقول له بكل تكبر انت ايضا يا رجل، انا لست امرأة. فنشوف ان زعيم الطائفة متعجب ويقول ها رجل. ثم نراه يمعن النظر في جسد هونج ويقول مع نفسه عند النظر عن كسب الجسد مستقيم وقوي ولا يحمل لرشاقة النساء الرقيقة، والجسد مستقيم والوقفة ثابتة ومتزنة لا تشبه أبدا وقفة النساء أو مشيتهن. ربما كنت مخطئا بشأن جنسه. ثم نرى تعابير منحرف على وجهه ويقول ها كيف أن أخطئ وأن يكون ذلك خطأ في حكمي. أيتها الجنية الحمراء أنت حقا تملكين حس دعابة رائع. في الوقت ده بنشوف ان هونج انفجر من الغضب مرة اخرى ويقول لهم بكل غضب وحزم انتم تجرؤون على السخرية مني مرة بعد مرة، انتم هالكون لا محالة ايها الاوغاد. واثناء ما هونج غاضب في الوقت ده بنشوف شيوا بتجري عليه وبتندى عليه وبتقول له الاخ هونج المعلم طلب مني ان احضر لك هذا الشراب، جربه انه لذيذ للغاية. وبيكون هونج في الوقت ده غاضب جدا. فنشوفه بيبص لشي ويقول في نفسه كنت أن أفقد صوابي بسبب هؤلاء الحمقى، كل هذا بسبب نقص قوتي، ليس فقط بسبب ذلك اللعين ولكن أيضا بسبب سلف عائلة شو. فقوة في مستوى شبه الخلود ليست شيء أستطيع مواجهته الآن. ونشوف أن قائد الطائفة بيقدم التحية لهونج ويقول له كل هذا بسبب نقص معرفتي، ليس فقط بسبب ذلك اللعين. اتضح أن الأخت هونج لا الأخ هونج هو رجل بالفعل، أعتذر عن سوء التفاهم هذا. فيقول له هونج بكل غضب حسنا، كل ما أفعله سأشرب فقط الآن. ثم يأخذ زجاجة الشراب من شي ويقوم بمغادرة المكان وهو غاضب للغاية. وفي الأثناء دي بنلاحظ إن شي متحمسة جدا وهي تمسك زجاجة الشراب ونسمعها بتقول أنا أيضا سأستمر في الشراب. وفجأة واحدة بتقوم رافعة الزجاجة على بقها اللي بيؤدي لوقوع القبعة اللي كانت بترتديها. ولما الحاضرين بيشوفوا شكلها بيصدموا جميعا ويقول أحدهم يا إلهي ما هذا الشيء، هل هذه هواية ذلك العجوز ذو الشعر الأبيض؟ في الوقت ده بنشوف بطلنا متوتر ويقوم بإمساك القبعة وضعها على رأس شي وهو بيقول لها عزيزتي شي انتبهي ألا تسقطي القبعة مجددا فإنك قد تسببين لمعلمك سوء فهم. وبنشوف ان بطلنا خد شي وبيغادر المكان. وفي الأثناء دي بيمر من جانبه شخص يرتدي قبعة قشية ويبدو عليه الغموض. فنسمع بطلنا بيقول لشي هيا يا شي لنذهب لتناول بعض الحلويات. فتقول له نعم يا معلمي. وفي الأثناء دي بيكون هونج واقف في إحدى الأماكن يتناول الشراب. ثم نرى أن شي يمر بجانبه وهو يبدو عليه أنه غاضب جدا. ثم نراه يصرخ على أحد تابعيه ويقول له أنت فلتحضر لي بعض الفتيات أريد استخدامهن الآن. فيقول له الخادم ده وهو متوتر نعم يا سيدي سأحضرهم لك. ونشوف ان شيو بيقول في نفسه وهو غاضب جدا أنت أيها الوغد لقد أهنت عائلة شو بركوبك على ذلك المخلوق الأسطوري والتباهي أمامنا كما أنك أذللتني أمام الجميع كأنني حشرة. لن أتركك وشأنك بل تلميذك أيضا سأجعلك تشاهدني وأنا أقطعه إلى أشلاء كما أنني سأحول طائفتك طائفة السماء العميقة إلى أرض محروقة. وفي الوقت ده بيكون في حد بيقترب من ناحية شيو فيلاحظه هونج ويبدأ في النظر إليه ويقول ما كمية الكره الذي يحملها هذا الشخص لكي ينتج مثلانية القتل هذه. ثم نرى هونج يضحك ويقول يبدو أننا سنشاهد عرضا ممتعا. وفي الوقت ده بيكون شيو وصل إلى ساحة منزله ويقوم بالجلوس. ثم نرى يصرخ على الخدم ويقول لهم أين النساء اللواتي طلبتهن؟ فنرى إحدى الخدم تقول له وهي متوترة عذرا أيها السيد الشاب إنهم على وشك القدوم. فيقوم شيو بالصراخ عليهم ويقول لهم كيف تجرؤون على جعلي أنتظر. وفي الأثناء دي بيكون اتوجه لشيو هجوم خاطف من خلفه لكن الهجوم ده ما بيسيبوش بسبب الكنز الدفاعي اللي بيكون في حوزة شيو. فيقول ذلك المختال في نفسه تبا لم أتوقع أن يمتلك هذا الوغد كنز دفاعي بهذه القوة، لقد فوتت فرصتي الذهبية للقضاء عليه. ونشوف ان المختال بيندفع بعيد نتيجة لرد فعل ذلك الهجوم فيقوم بالهبوط على الارض. وفي الاثناء دي بنشوف تشيو بيصرخ عليه ويقول له ايها الوغد كيف تجرؤ على مهاجمتي داخل قصري. وفي اللحظات دي بيكونوا الحراس اتوا للمكان ونسمع احد الحراس ده بيقول للبقية هناك مختال اسرعوا واحموا السيد الشاب. فبنشوف ان المختال ده غاضب للغاية ويقول في نفسه لقد وصلوا بسرعة علي ان اتحرك قبل ان يأتي المزيد، يجب ان اقتل ذلك الوغد الحقير حتى لو كان الثمن ان احرق جوهر روحي واموت فليكن ذلك. وبنشوف ان المختال ده بيستخدم تقنية قوية جدا وبيهجم بيها على تشيو
وفي الوقت ده بيتصدى للتقنية دي الحراس وشيو باستخدام كنزه الدفاعي، لكن هجوم المغتال ده بيتمكن من اختراقهم وإصابة شيو. وفي اللحظة دي بنشوف ذراع شيو طار في الهواء، وبنلاحظ ان علامات الصدمة على وجه شيو اللي بيكون مش مصدق ان دراعه تم قطعه، وفجأة واحدة بيبدأ في الصراخ وهو بيقول للحراس اوقفوه اوقفوه في الحال. فبنشوف ان الحراس سارعوا في الهجوم عليه، وبيقول احدهم تبا تبا ذلك الوقت قد قرر حرق جوهره الروحي، هل يريد ان يموت ويقتلنا معه؟ وبنشوف المغتال ده بيهاجم الحراس مرة أخرى، لكن الحراس المرة دي بيتمكنوا من صد هجومه، لكن بعد ما يكون قطع بعضا منهم إلى أشلاء. فنشوفه بينظر بغضب لشيو ويقول له أيها الوغد اليوم سأقتلك. فنشوف شيو مرعوب جدا وقع على الأرض وبيقول له أنت من تكون؟ أنا لم أؤذيك فلماذا تطاردني؟ فنشوف إن المغتال ده بيستمر في الهجوم عليه وهو بيصرخ عليه ويقول له أيها الوغد فلتمت الآن. وبنتقل بينا المشهد إلى ساحة القصر، وبنشوف احدهم داخل بسرعه الى المبنى وبيصرخ على الحاضرين ويقول لهم ايها الجميع هناك اخبار سيئه، هناك قاتل في الفناء الخلفي يحاول اغتيال السيد الشاب، والحراس يحاولون مواجهته الان لكنه يقوم بالقضاء عليهم. ونرى ان الحاضرين متفاجئين ويقول احدهم ها يا الهي احقا هذا؟ لنسرع ونذهب لنرى ما يحدث. وفي الاثناء دي بنشوف بطلنا وهونج بيفكروا، فيبدا بطلنا يقول لهونج ايها الصغير هونج هل كنت تعلم شيئا بشأن هذا مسبقا؟ فيقول له هونج ها ماذا تقصد يا معلمي؟ كنت فقط أخمن. فنشوف ان بطلنا سارع بالمغادرة وبيقول له هونج على اي حال فلنذهب لنرى ما يحدث، فانا اشعر بالملل ولا تنسى ان تجلب شي معك لنذهب ونشاهد ما يحدث. ففي الوقت ده بنشوف ان هونج بيسحب شي اللي بتكون ماسكه زجاجه الشراب ومش عايزه تسيبها، وبتصرخ وتقول لهم اريد ان استمر في الشراب اكثر فلتتركوني وشأني. وبنرجع تاني لعند شي والمغتال، وبنشوف ان سلف العائله تمكن من ايقاف هجوم المغتال على اخر لحظه وامساك سيفه، ونسمعه بيقول للمغتال ده بكل غضب انت ايها الجرز كيف تجرؤ على اثاره المشاكل في منزلي؟ قل لي من ارسلك. وبيقوم بتوجيه هجوم قوي للمغتال ده لدرجه انه بيكسر الارض بيه. فنرى ذلك المغتال يقوم بالضحك ويقول له من أرسلني؟ هذا الوغد ارتكب جرائم كثيرة السماء حتى لن تغفر له على جرائمه، ومع الأسف أنت تدخلت ولولا تدخلك لكنت سأقتله لا محالة. فنشوف إن العجوز ده بينظر لشيو ويقول له هل تعرف ذلك الوغد؟ فنرى شيو يمسك بذراعه المقطوعة ويقول لجده يا جدي إنه وغد مجنون أنا لا أعرفه حتى لديه عقدة مني إنه يريد قتلي بأي ثمن ولا أعرف لماذا. فنرى أن هذا المغتال بعد سماع له تلك الكلمات يقوم بالضحك ويقول له ها تقول أنك لا تعرفني؟ إذا اسمع اسمي جيدا أنا اسمي لي وو. في الوقت ده بيكون الحضور وصلوا للفناء الخلفي للمبنى، فلما بيسمع أحدهم المغتال ده وبيقول اسمي لي وو هل هو لي وو؟ إذا لم أكن مخطئا إذا فهو شيطان السيف لي وو المعروف بتقنيات سيفه السريعة والدقيقة ولا يتبع أي قواعد، وكل من لا يعجبه يقوم بقتله. فعندما يسمع بطلنا هذا الكلام يقول لذلك الشخص الذي يتحدث هل هو قوي حقا لهذه الدرجة؟ فيرد عليه أحدهم يقول له نعم لقد كان في يوم من الأيام يتجول في المنطقة الشرقية باحثا عن أقوى المبارزين من أجل مبارزتهم وقتالهم، وكل من واجهه انتهى به الأمر مدمرا، ولقد جعل سكان المنطقة الشرقية في حالة من الذعر، لكن لم أتوقع أنه سيأتي إلى عائلة شو لاغتيال سيدهم الشاب. وفي الوقت ده بنشوف أحد الشيوخ بيصرخ على ذلك المغتال ويقول له كيف أيها المجرم حصلت على دعوتنا؟ فيقول له لي وو ويبتسم تبا لا تصرخ فصوتك مزعج للغاية، كل ما في الأمر إنني سرقتها. فنسمع شيو بيصرخ عليه ويقول له لماذا تفعل كل ذلك؟ فليس بيننا عداوة، فلماذا تخاطر بحياتك من أجل قتلي؟ فنشوف إن لي وو بيضحك ويقول له ليس بيننا عداوة، لقد ماتت أختي على يدك أيها الوغد. فيقول له شيو ماذا أختك؟ فيكمل لي وو كلامه وبيصرخ عليه ويقول له أختي اسمها لي شياو، لقد عشنا معا منذ الصغر وكبرنا وبدأنا نتدرب ونطوف المنطقة الشرقية بالكامل، وفي ذلك العام حققت أختي اختراقا إلى مرحلة النواة الذهبية وقررت أن تسافر إلى مقاطعة لينغ لترى أجمل حقول الزهور وتزيد من تدريبها، بينما كنت أنا منشغلا بتدريباتي في السيف فلم أذهب معها، وبعد بضعة أشهر انكسرت تميمتها التي طرقتها لي، وعلمت آنذاك أنها وقعت في مشكلة في مقاطعة لينغ، وأسرعت إلى هناك لأبحث عنها وسألت الكثيرين، وبعد أن أنفقت كل ثروتي تقريبا علمت من أحدهم أنها كانت في حالة الظهور في مقاطعة يانغ، وحدثت مشاجرة بينها وبينك، ثم اختفت بعد أن أخذها حراس عائلة شو. كل سكان ولاية يانغ يعرفون أن السيد الشاب لعائلة شو مولع بالنساء، حتى أن هناك شائعات تقول أنك تمارس طقوسا شيطانية لاستنزاف طاقة النساء، والكثير من النساء لقد لقينا حتفهم على يدك، وأختي كانت في مرحلة النواة الذهبية بالتأكيد،
ووقعت في فخك، لا أستطيع حتى أن أتخيل ما عانته قبل موتها. وبعد أن علمت هذا منذ ذلك الحين أقسمت أن أنتقم بغض النظر عن الثمن، لذا تدربت بجنون وتحديت أقوى المبارزين حتى وصلت إلى مرحلة اندماج الجسد. ولكن عندما بدأت التخطيط للانتقام اكتشفت أنك دائما محاصر بالحراس الأقوياء، وإذا حاولت قتلك فسأفشل بالتأكيد، لذا اختبأت ووصلت البحث عن الفرصة المناسبة. وهذه المأدبة التي تقيمها عائلة شو الآن هي أفضل فرصة لقتلك. كما يقولون أخطر الأماكن هي الأكثر أماما، لذا قررت أن أهاجمك في أرض عائلتك لأنك ستكون في أضعف حالاتك. ولكن لم أتوقع أن أخذ حياتك اللعينة سيكون بهذه الصعوبة. كدت أن أنجح ولكن تبا لك، ولذلك الكنز الدفاعي الذي كنت تمتلكه فلقد منعني، فأنا كنت على وشك النجاح والقضاء عليك. فنشوف ان في الوقت ده شيو ملامح الانحراف بانت على وجهه، ويقول لي ليو أتقصد حانة الظهور لي شياو. الآن تذكرت، تلك الفتاة كانت مثيرة للغاية. أكانت أختك؟ كما تعلم فأنا قد تلاعبت بالكثير من النساء، لذلك أنا أنسى معظمهن، ولكن كما تعلم بعضهن يتركن انطباعا قويا حتى بعد مرور السنوات لا يمكن نسيانهم، وأختك كانت واحدة منهم. بالتأكيد لازلت أتذكرها، فكان لديها جسد رائع ولكن مزاجها كان كالبركان ينفجر بأقل استفزاز. وفي الوقت ده بنشوف ليو بتذكر ذكرياته مع أخته وقت ما كانت بتقول له يا أخي فلتتوقف عن التدريب وتعالى نقضي بعض الوقت معا. وبنرجع تاني عند شيو اللي بيكون لسه نظرات الانحراف بادئة عليه، ويكمل كلامه بكل مكر ويقول لليو ولكن كلما كانت المرأة عنيدة كلما كان إخضاعها أكثر متعة كما تعلم. ونشوف ان تشيو لا يزال يتكلم بكل وقاحة ويقول له لازلت أتذكرها حتى الآن، كانت مذهلة لكن للأسف كانت سريعة الغضب تشتعل عند أقل استفزاز، لكن هذا هو النوع من النساء الذي أفضله. فكلما قمت بترويضها وإخضاعها كلما زاد شعوري بالإنجاز. فحينما التقيت بأختك في حانة الظهور حاولت التحدث معها لكنها لم تقدرني، لذلك أرسلت رجالي لاختطافها وإحضارها إلى غرفاتي. وفي ذلك الوقت كانت غاضبة جدا وأمطرتني بوابل من الشتائم، ولكن بعدما فعلته بها لم تستطع المقاومة وبدأت في التوسل إلي. أليس كذلك أن صرخاتها كان صوتها عذبا حقا؟ لقد كانت مثل فرس جامح لكن في يدي تم إخضاعها، وفي النهاية تمكنت من التحكم بها كما أشاء. أليس ذلك رائعا؟ وبنشوف ان علامات الانحراف اثناء قول لتلك الكلمات لم يفارق وجهه ابدا، فنسمع ذلك المختال يقول بكل اسى لا تقل المزيد، لا تقل المزيد، ونرى انه غاضب للغايه ويبكي على ما حدث لاخته. فيكمل شيو كلامه ويقول وهو لا يزال على وجهه علامات الانحراف لقد عذبتها لمده 3 أيام و3 ليالي، وفي ذلك الوقت فقدت كل قوتها ولم تعد في وعيها، وعندما شعرت بالملل منها أمسكت بعنقها وأنهيت حياتها بطريقة رحمة جدا. لذا عليك أيها الأحمق أن تعلم كم كنت لطيفا مع أختك، ألا ينبغي أن تشكرني؟ وبعد ما بيخلص تشيو كلامه بيبتدي في ضحكات شريرة بتملأ المكان، فيبتدي المختال ده في الصراخ عليه وهو بيقول له أيها الوحش اللعين، لماذا لم تمت بعد؟ لماذا لا تزال على قيد الحياة؟ سأقتلك. وبنشوف ان الغضب عمل المختال ده وبيسرع في الهجوم على تشيو، لكن سلف العائلة بيقوم بإخضاعه على الفور. فبنشوف ان المختال ده بدأ في بسق الدماء نتيجة لهجوم سلف العائلة عليه. وبنسمع سلف العائلة ده بيكلم المختال في الوقت ده ويقول له برأيي أنت مجرد محارب شيطاني، وأختك أصبحت بمثابة وعاء طاقة لابني، وهذا يعد بمثابة نعمة لها وشرف لك في هذه الحياة أيها الوغد. علاوة على ذلك أختك مجرد شخص لا قيمة له، كيف تجرؤ على محاولة قتل خليفة عشيرة شو من أجلها؟ لهذا السبب يجب أن تموت. فنرى أن ذلك المختال مستمر في بسق الدماء ويصرخ على العجوز ده ويقول له اخرس، كيف تجرؤ على مقارنة أختي بهذا الحيوان؟ أنت أيضا مجرد عجوز لعين. وبنشوف أن تشيو بيستمر في استفزازه ويقول له بكل تنمر موت أختك على يدي كان شرف لها، أما أنت كممارس شيطاني يطارده الجميع هل تستحق حتى أن تتحدث بهذه الجراءة؟ فيقول شخص من أفراد عائلة شو اللي بيكون واقف ورا تشيو أختك نالت شرف أن تكون محظية للسيد الشاب، حتى لو ماتت فهذا كان يستحق. لا تتظاهر بأنك المظلوم هنا، أنت فقدت مجرد أختك، ولكن سيدنا الشاب فقد يده. فنشوف إن أباه بيقول للحاضرين هل رأيتم من المخطئ ومن المصيب؟ فالأمر واضح وضوح الشمس. ففي الوقت ده بنشوف المختال غاضب للغاية ويقول أنتم، وكل اللي بيحصل ده بيكون شايفه بطلنا
وساكت وبيقول في نفسه شخص كان يسعى للانتقام لأخته بكل إخلاص وتدرب بجنون من أجل ذلك، يتهموه بأنه ممارس للفنون الشيطانية، بينما وريث العائلة المرموقة يقوم في الخفاء بأعمال قذرة ودنيئة ويسير في مسار الطوائف الصالحة، يا له من أمر مثير للسخرية. وفي اللحظة دي بتظهر لبطلنا رسالة من النظام مكتوب بها تهانينا على تفعيل مهمة الاختيار. الخيار الأول، يتدخل المضيف لحماية ذلك المختال ويقبله كتلميذ، بالإضافة إلى إجبار سلف عائلة شو على التخلص شخصيا من شيو. وبعد نجاح المهمة يجب على الجد الأكبر لعائلة شو أن يكون ممتنا للمضيف، والمكافأة ستكون فن قتالي فائق، قبضة المعركة الأسمى. وبيظهر لبطلنا رسالة أخرى مكتوب بها الخيار الثاني، يختار المضيف الصمت أمام الظلم، والمكافأة هي 10 كريستالات من الطاقة الروحية منخفضة الجودة. فنرى بطلنا غاضب جدا من النظام ويقول له 10 قطع من كريستالات الطاقة الروحية المنخفضة، هل تخيرني حقا؟ اللعن على عائلتك بأكملها يا النظام، أنت تجبرني على أخذ خيار واحد فقط لا غير، تبا. لكن في الأصل كنت أنوي التصرف على أي حال، فقط هذه الشروط قاسية بعض الشيء. جعل الجد الأكبر لعائلة شو يقتل تشيو عن طيب خاطر، ثم بعد ذلك عليه أن يكون ممتنا ليه، ما هذا العبث. وفي الوقت ده بيقطع أفكار بطلنا شيو اللي بيكون موجه سيفه ناحية المختال ويقول له كل شيء انتهى، حتى حياتك سأقوم بسلبها الآن، يجب عليك أن تتعلم هذا الدرس جيدا في حياتك القادمة. وبنشوف إن شيو على وشك قطع رقبة هذا المختال ونظرات الجنون على وجهه، ولكن في تلك اللحظة بيتدخل بطلنا وبيقوم بالتصدي لتشيو، فبنشوف إن تشيو تراجع للخلف وبيصرخ على بطلنا ويقول له أنت ماذا تعني بهذا؟ وفي الوقت ده برضه بيقول له سيد العشيرة أيها السيد المحترم، ما الذي تقصده بفعلك هذا؟ لماذا تمنع ابني من إعدام هذا المحارب الشيطاني؟ فنرى بطلنا يتلاهد ويبتسم ويقول له محارب شيطاني؟ لقد خطر لي فجأة أن أقبله كتلميذ، ومن يجرؤ على لمسه فكأنه يتعدى علي. فبنشوف أن الحضور متفاجئين جدا بعد سماعهم لتلك الكلمات، وبنسمع أحدهم بيقول هل هذا الرجل مجنون؟ كيف يجرؤ على قول هذا الكلام؟ وفي الوقت ده برضه بنشوف المختال بيقول مع نفسه أعلم أن هذا السيد أصبح مشهورا في المنطقة الشرقية مؤخرا، واسمه يتردد في كل مكان، لكن لماذا يخاطر بسمعته ليقبلني كتلميذ؟ وبنسمع المختال ده بيقول لبطلنا سيدي أنت. لكن المختال ده ما بيلحقش يكمل كلماته، وبيحضر سلف العائلة إلى المكان، وبنشوف إن طاقته ضغط على المكان بأكمله، ونسمعه بيقول بغضب فكر جيدا في العواقب، إذا غادرت الآن فستظاهر بأن شيئا لم يحدث. فبنسمع المختال ده بيقول بقلق لبطلنا سيدي غادر بسرعة، لقد فهمت نياتك الطيبة، إن كان لنا نصيب في الحياة وسأرد لك الجميل. فبنشوف هونج بيراقب اللي بيحصل بحذر ويقول مع نفسه رغم أنني أشعر ببعض التعاطف مع هذا المختال، إلا أن المخاطرة بحياتك من أجل شخص غريب تصرف أحمق للغاية. وفي الوقت ده بيقطع تفكير هونج صوتيه وهو بيقول له هونج الصغير، لماذا لا تزال واقفا هنا بلا حراك؟ أسرع وانضم إلى معلمك وأحمي أخاك الجديد. فبنشوف إن هونج غاضب للغاية وبيقوم بشتيمة تيه في سره، وبنشوفه بيتوجه ناحيتهم وبيقول في نفسه اللعنة عليك وعلى أسلافك، هل أصابك خلل في عقلك؟ إذا أردت الموت فلا تجرني معك. وفي اللحظة دي بنشوف سلف عشيرة شو غاضب للغاية، ونسمعه بيقول لبطلنا هل تعتقد أنك أنت وتلاميذك أنه يمكنكم التنمر على عائلة شياو دون تلقي عواقب؟ ونشوف إن السلف ده بيخرج طاقة من إيده اللي بسببها المكان كله حرفيا بيترج. لما بيشوف هونج مدى قوة ذلك العجوز نراه يتراجع للخلف وبيقول الطاقة التي داخل جسدي تكاد تتوقف عن الحركة، اللعنة، هذا هو الفرق بيننا إذن. وبنشوف شي قلقانة للغاية وبتقول له هونج وهي واقفة خلفه ماذا يحدث؟ شي لن يشرب مرة أخرى، أنت فان ولا فان؟ الدنيا خربانة وأنت اللي همك الشراب. ولكن في الوقت ده الحماس بيكون واخد بطلنا ونراه يبتسم ابتسامة مجنونة والحماس باين عليه بشدة ويقول في سره نعم هذا هو المطلوب، أسرع وهاجمني. على الرغم من أن المهمة لا تزال غير واضحة، دعني أرتقي أولا ولن أخسر شيئا بالتأكيد. ولما كان سلف عشيرة شو على وشك إن هو يهجم على بطلنا ويقضي عليه، فجأة واحدة هجومه بيقف وما بيعرفش ايه السبب. فبنشوف ان السلف متوتر للغاية وبينظر للمكان ويقول من هناك، ويبدو عليه الخوف. وبنشوف السلف بيقول في نفسه ومتوتر يوجد شخص آخر في مرحلة الخلود الوهمي وقوته تفوقني، هل يمكن أن يكون داعم لذلك الوغد وبنشوف ان الشخص اللي حضر المكان ده بيصرخ ويقول أين الوغد فنشوف بطلنا بيلتفت ليه وينظر له يقول له من الكلب الذي ينبح. وبنشوف ان الشخص ده قوته مرعبة للغاية، حتى ان سلف العائلة مرعوب منها، ويبتدي سلف العائلة يقول للشخص ده
ايها السيد ايمكنني السؤال عن من انت ومن اين؟ ونسمع السلف ده بيقول في نفسه: بالكاد تمكنت من اختراق مستوى الخالد الوهمي، وكنت اخطط لاقامه مأدبه لاكون في الصداره واتلقي الاحترام من الجميع، ولكن فجاه ظهر شخص اقوى مني وسرق كل الاضواء، تبا ما هذا الحظ. وفي الوقت ده بنشوف ان بطلنا لابس انت مالكش شعب الانطراخ. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا لابس نظاره شمس ومش شغله، وبيقول: ها ما هذا الضوء شديد، من انت بحق السماء ايها الوغد. فبنسمع الشخص ده بيقول له بكل غضب: انا زعيم طائفه الريشه الخالده والقب بجو يانغ. فلما بيسمع الموجودين الكلام ده بنشوف ان هم خايفين للغايه، ويقول احدهم: ها انه يعد اقوى خبير في طائفه الريشه الخالده، ويقال انه حتى معلم للخليفة القادم لطائفة الريشة الخالدة، كما أنني سمعت أنه تحطم قلب الصقل الخاص بالخليفة الخاص بعشيرتهم، كما أن الأخ تمكن من قتل 18 من شيوخ عشيرتهم، لذا لا يمكنه الجلوس مكتوف الأيدي. ويقول له شخص آخر: والآن قد حضر بنفسه إلى هنا، يبدو أنه سيأخذ زمام المبادرة بنفسه، بالتأكيد أن في خطر. فبنشوف أن السلف في الوقت ده بياخد نفسه وبيرتاح من قلقه، ويبص ناحية بطلنا ويقول في نفسه: لم أتوقع أن يكون الشخص القادم عدو لذلك الوغد هذا جيد، يبدو أن قد حفر قبره بيده، ولا يبدو أنني بحاجة إلى التدخل بنفسي، هذا الفتى سيتم قتله اليوم بالتأكيد. فنشوف أن سلف العائلة بيلتفت لجو يانغ قائد طائفة الريشة الخالدة ويقول له وبيحييه: أنت تبحث عنه، إنه متواجد هنا بالفعل، يمكنك التعامل مع أمورك أيها المبجل كما تشاء. فنشوف أن قائد طائفة الريشة الخالدة بيقول له بكل غرور: هل تعتقد انني احتاج الى اذنك للتعامل مع الامور؟ في الوقت ده بيقاطعه ليه وبيعمل له حركة مش لطيفة بايده ويقول له: انا هنا ايها الاحمق، ماذا تريد؟ ففي الوقت ده بنشوف هونج ميت على نفسه من الخوف، وتقريبا كده دماغه ساحت ومش مصدق ومش عارف بطلنا ايه اللي بيعمله ده، ويقول: لقد انتهى الامر حقا هذه المرة، حقا الا يدرك فرق القوة بينه وبين هذا الخالد الوهمي. فبنشوف ان جو يانغ ابتدى في تفجير طاقته والغضب، ويقوم بالصراخ باسمه وهو يتجه ناحيته، فيقول له بطلنا بكل برود وسخرية: تبا لماذا تنبح مثل الكلاب؟ اذا كنت قادر على فعل شيء فلتفعله الان ايها الاحمق. فبنشوف ان قائد طائفة الريشة الخالدة انفجر من الغضب بشدة، ويقوم بتوجيه هجوم ناحية بطلنا وبيقول له: ايها الواغد نموت الان. وفي اللحظة دي بيكون هونج بيقول لشي: انتهى الامر، تم اغلاق الفضاء من حولنا بالكامل، هل سأدفن بسبب هذا الكلب المدعو فنشوف ان السلف مرعوب ايضا، ويقول: اذا سقطت هذه الكرة الذهبية فهي ستمحي قصر عائلة شو تماما من على الوجود، اللعنة، هل يجب ان نتحمل ايضا الكارثة التي تسبب بها هذا القروي اللعين؟ وبنشوف في الوقت ده بطلنا واقف امام الهجوم ولا شغله، وبيكون الرعب مالي جميع الحاضرين في المكان، ومش مصدقين الهجوم اللي شايفينه من شدته وكبر حجمه. وبنشوف في الوقت ده ان جو يانغ بيهاجم بطلنا بذلك الهجوم المرعب، ولما الهجوم ده بيقترب من بطلنا بنشوف ان ظهر لبطلنا رساله من النظام مكتوب بها: تم اكتشاف تعرض المضيف لهجوم من عدو في مرحله الخلود الوهمي، يتم الان تفعيل التاثير السلبي، اكتساب القوه من خلال الشدائد، تم رفع قوه المضيف الى المرحله المتوسطه من الخلود الوهمي. وبنشوف ان قوه بطلنا زادت للغايه وتمكن من التصدي لذلك الهجوم، فعندما يرى هونج هذا نراه متفاجئ جدا. علي اللي ما عليا، لاقيه يجلطه، مش هيسيب هونج ده في حاله. وبنشوف ان فكه قرب يقع من الصدمه ويقول: انت ايضا في مستوى الخلود الوهمي، ان ذلك الضغط الذي ينتج عنه اكثر رعبا حتى من شياطين العصور القديمه في اعماق هوة الشياطين. وبنشوف بطلنا في الوقت ده بيضحك وبيقول لقائد طائفه الريشه الخالده: هذا المستوى من الهجوم غير كافي حتى لتقليم اظافري. وبنشوفه بيرد الهجوم لقائد الطائفه باصابعه فقط، فبيقول الخالد هو متفاجئ: ماذا؟ وبنشوف سلف عائله شو اللي بيكون مصدوم جدا وبيقول: كيف يمكن ان يكون في مرحله الخلود الوهمي؟ وفي الوقت ده بنشوف ان شيو مرعوب جدا وبيقول: ايها السلف العجب انه كان متغطرسا، كان يخفي قوته ولقد خدع الجميع، لولا وليمه اليوم لما اكتشفنا مدى رعب قوته. فنسمع زعيم طائفه الريشه الخالده بيقول له: واغد انت تخفي قوتك، هذا يعد عار على اي صاقل. فنشوف بطلنا بيرد عليه وهو يسخر منه ويقول له: هذا ظلم، لقد اخترقت لتلك المرحله للتو، احلف بحق السماء. فنشوف ان زعيم الطائفه غاضب جدا ويقول له: هراء اتعتقد انني طفل صغير؟ فيقول له بطلنا بكل برود برضه: حسنا لا تصدق، فذلك حدث لانني عبقري للغايه. ده انت عبقري جدا،
بالنظام طبعا. فينفجر زعيم طائفة الريشة الخالدة من الغضب، ونشوفه بيصرخ على بطننا وبيقول له لم أرى في حياتي شخصا بهذه الوقاحة. وبنشوفه بيستخدم مهارة ختم الإبادة الشمسية، ودي تعتبر من أقوى المهارات في طائفة الريشة الخالدة، وبيهجم على بطننا بالمهارة دي. وبنشوف إن بطننا واقف في وجه المهارة وما بيحاولش حتى التصدي ليها. ولما بيصيب هجوم زعيم الطائفة بطننا، بنسمع زعيم طائفة الريشة الخالدة بيقول له هذا ما تستحقه نتيجة لغطرستك أيها الواخد المتفاخر. ولكن فجأة بنشوف إن زعيم طائفة الريشة الخالدة متفاجئ جدا، ونسمعه يقول ها ذلك مستحيل، لم يصب بأي أذى. وبنعرف إن بطننا ما حصلوش أي إصابة من ذلك الهجوم. الأمر ده بيخلي زعيم طائفة شو في حالة من الذهول والآخر، ويقول ها هو لم يختش حتى نتيجة لذلك الهجوم، لابد أنه استخدم تميمة للحماية أو شيئا من هذا القبيل. فبيقاطعهم بطننا وبيقول لزعيم طائفة الريشة الخالدة هذه هي كل قوتك؟ ألم تأكل قبل أن تأتي إلى هنا؟ أو ربما أن عضلاتي أقوى من هجومك. ونشوف بطلنا بيقول مع نفسه تقنية الجسد الذي لا يقهر هي قوية جدا حتى مع ان هذه المرحلة ليس مرحلتها الأخيرة، كيف ستصبح عندما تصل إلى مستواها الأخير. وبنشوف ان زعيم طائفة الريشة الخالدة بيصرخ على بطلنا وبيهجم عليه بهجوم عجلة شمس الظهيرة، واللي بنعرف ان دي تقنية، وبنعرف ان دي أقوى تقنية بطائفة الريشة الخالدة المعدة من أجل القضاء خصيصا على الثاقلين ذا مستوى ذروة الخلود الوهمي. فنسمع زعيم طائفة الريشة الخالدة بيقول له يجب أن تحذر من ذلك الهجوم، وأرني إن كنت تستطيع التصدي لهذا الهجوم أيها الوغد المتجبر، دعني أرى أين هي حدودك. وبنشوف ان هو اطلق هجومه ناحيه بطلنا، لكن بطلنا برضه بيفاجئه ان هو بيتصدى للهجوم ده بايده بس. وبنسمع بطلنا وهو بيقول له تبا فلتتوقف عن الثرثره فضجيجك يزعجني للغايه. وبنشوف ان بطلنا بعد ما تصدى لهجومه ظهر فوقه شيء يبدو عليه القوه الشديده. بيتهيألي ان دي الساعه الشمسيه، بس انا مش عارف هو الهجوم ده جديد عليا، لو حد يعرف يبقى اكتب لنا في الكومنتات. فلما سلف عائلة شو بيشوف ذلك الهجوم اللي بطلنا على وشك استخدامه، بنراه متفاجئ وهو بيقول هل هذا هو وحش؟ هو بالتأكيد وحش متحول من العصور القديمة، فأنا لو كنت مكانه وتلقيت ذلك الهجوم لتحولت إلى غبار على الفور. فنشوف إن زعيم طائفة الريشة الخالدة متفاجئ ويقول كيف إن ذلك الهجوم هو الأقوى لطائفتنا، كما أنه معد خصيصا للقضاء على الثاقلين الذين بلغوا ذروة الخلود الوهمي. كيف لم يستطع اختراق جسده حتى. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا بينظر لقائد طائفة الريشة الخالدة ويقول له هل تحسدني على جسدي أم ماذا؟ وبنشوف ان بطلنا بيرد الهجوم على زعيم طائفة الريشة الخالدة وبيقول له هجومك سأقوم برده إليك. والهجوم ده بيتمكن من إصابة زعيم طائفة الريشة الخالدة في وجهه. فلما بيحصل كده بنشوف ان زعيم طائفة الريشة الخالدة انفجر من الغضب وبيستخدم تقنية التحليق السامي. فلما بطلنا بيشوف التقنية بيسخر منه ويقول له أنا أعرف هذه الحركة إنها تقنية ريشة الدجاج، أليس كذلك؟ ونراه يضحك. فنشوف ان الامر ده زاد من غضب زعيم طائفة الريشة الخالدة ويقوم بالهجوم عليه بهجمات متتالية ورا بعضها. لكن بطلنا بيقوم باستخدام تقنيته المميزة ختم الملك البشري وبيقوم باخضاعه. فيقول زعيم طائفة الريشة الخالدة اعترف بانك قوي، ولكني ان استخدمت هذه التقنية اريني كيف ستتعامل معها. ونسمعه بيصرخ ويقول 9 شموس، وبنشوف ان في 9 شموس من اللهب ظهرت في المكان. ونسمع زعيم طائفة الريشة الخالدة بيقول ايها العين سأضحي ب1000 عام من عمري كقربان واستدعي شمس العالم السماوي المحطمة وسأجعلك تركع عليه. وبنشوف ان من شدة حرارة الشموس دي بتأثر على المتواجدين في المكان لدرجة انها بتبتدي في حرق ثيابهم. وبنشوف بطلنا بيحضر لهجوم مخيف، وبنسمعه بيقول لجو يانغ يبدو ان زعيم طائفة الريشة الخالدة جدا في القتال حتى الموت، افتح عينيك وشاهد جيدا تقنية الدمار الكبير، سيكون لك اليوم شرف ان تموت بها. وبنشوف ان هجوم جو يانغ على وشك الاصطدام بتقنية بطلنا، وبعد ان تلاقى الهجومان مع بعضهم البعض يحدث انفجار كبير ويتمكن بطلنا من صد ذلك الهجوم. وهو بيقول لجو يانغ هل انت حتى مؤهل لذلك؟ وبنشوف في الوقت ده ان جو يانغ فقد عقله وبدأ في الهذيان والصراخ ويقول كذب انا لا اقهر، كيف بعد قضاء 3000 عام من التدريب لم استطع التغلب عليك حتى ولو مرة واحدة، سأنتظرك في الجحيم. وفي الوقت ده بنشوف ان هونج متفاجئ جدا ويقول في نفسه لم اتوقع ان شخص في مستوى الخلود الوهمي ان يصاب بانهيار عقلي نتيجة لذلك الهجوم الذي اطلقه كم من القوة يخفي. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا بيبتسم ويقول اخيرا اصبح الضوء اقل سطوعا. وبنشوف ان هو لابس نظارة شمس وبيلتفت ناحية العجوز وهو بيقول في نفسه حان الوقت لاكمال المهمة. وبنشوفه بيتجه لسلف عشيرة شو. وفي الوقت ده لما سلف عشيرة شو بيشوفه قادم ناحيته بنشوفه توتر جدا وبيبتدي في الكلام ويقول اي كلام. ونسمعه بيقول لبطلنا مهاراتك يا سيدي عظيمة جدا، انا معجب بها جدا، هل لديك شيء توده منا يا سيدي؟ فنرى بطلنا واقف امامه ووضع يده على كتفه ويقول له يا سلف عشيرة شو
مهاراتك عظيمة أنت أيضا وأنا معجب جدا بها، ولكن بخصوص ذلك المختال جي الذي اتخذته كتلميذ لي ألديك اعتراض على هذا الشيء؟ فيقول له سلف العشيرة ومرعوب: أيها الموقر إيه كيف أجرؤ، خذه كما تشاء. فنشوف بطلنا سابه ورجع لورا، وبنشوف إن العجوز ده رقع على الأرض نتيجة لخبطة بطلنا على كتفه. فيبتدي بطلنا يقول له بكل تكبر: يا سلف عائلة شو، أرجوك أعدل لي، فتلميذي وجي تعرض للأذى من عائلتك، فبصفتي كمعلم له من الطبيعي أن أطالب بالعدالة، ألا توافق؟ فيقول زعيم العشيرة ده مرعوب: هذا طبيعي جدا، لكن كيف بالضبط تريد تحقيق العدالة؟ فيقول له بطلنا بنبرة كلها شر: أريدك أنت أن تقتل كل أفراد عائلة شو، وبالأخص تشيو، هنا الآن وبنفسك. فنشوف السلف متفاجئ ويقول له ماذا؟ فيقول له بطلنا بكل برود: هل هذا طلب مبالغ فيه؟ فنشوف السلف بيبص له بكل قلق ويقول مع نفسه: هذا الطلب ليس مجرد مبالغة، بل هو وحشية لا أكثر. يعيش في طائفة شو عشرات الآلاف من أفراد العشيرة، ومع ذلك يطلب مني إبادتهم جميعا بيدي. كيف لي أن أوافق على ذلك؟ فنسمعه بيقول بنبرة كلها توتر وهو بيستسمح بطلنا: يا سيدي هل يمكن تخفيض الطلب؟ فهناك كثير من أفراد عشيرة شو الأبرياء وليس لهم ذنب في أي شيء، فلماذا يجب علي إبادتهم؟ فنشوف بطلنا بيقول له بكل غضب: ما فقدته أنت وعشيرتك، أما ما فقده تلميذي فهي شقيقته الصغرى يا العجوز، ألا تملك أي تعاطف؟ فنشوف ان العجوز على وشك البكاء، ونشوفه بيقول في نفسه: على ما يبدو اننا نحن عشيرة شو نجني ثمار اعمالنا. ونسمعه بيقول لبطلنا: ارجوك يا سيدي ارحمنا، لا يمكنني فعل ذلك حقا. فنشوف بطلنا بيتنهد ويقول له: اذا حسنا، فلتنسى الامر، ولكن بما انني رجل عقلاني اذا فلتقضي فقط على المذنب الرئيسي. فنشوف في الوقت ده تشيو وابوه وافراد العشيره متفاجئين، فنسمع تشيو بيقول للسلف: ماذا يا جدي، لا باس، سنقاتله حتى الموت. فنشوف ان السلف سعيد من راي بطلنا ده ويقول له: هذا صحيح، شكرا لك يا سيدي. وهو بيقول في نفسه: من اباده عشيره شو بالكامل الى مجرد قتل شخص واحد للتكفير عن الذنب، هذا هو بالفعل افضل سيناريو ممكن. حقا السيدي قد منحنا الرحمه. في الوقت ده بنسمع زعيم طائفة شو بيقول للسلف: أيها الجد. فنشوف السلف بيلتفت له وينظر له بغضب ويقول له: أنت يا الوغد، ويقوم بالهجوم على قائد الطائفة بهجوم بيخترق صدره، ونراه سقط ميتا على الأرض. والموقف ده بيفاجئ كل الحاضرين، ونسمعهم بيقولوا في نفس واحد: تم القضاء على زعيم الطائفة. وفي الوقت ده بيكون شيو بيصرخ ويقول: أبي، ويبتدي في الصراخ على الجد يقول: لماذا أيها الجد، لماذا فعلت ذلك؟ فنشوف ان السلف بيبتسم لبطلنا ويقول له بكل توتر: هل انت راضي الان عني ايها السيد وعن عشيرتنا؟ فنشوف بطلنا بيبص له بصه غريبه ويقول له: راض؟ هل انت غبي؟ قلت لك ان تقتل ذلك الاحمق، لماذا قتلت والده؟ فيقول السلف بتوتر: لقد قلت انه المذنب الرئيسي، لكنني اعتقد ان الابن الذي لا ينقذ والده مذنب ايضا، وبالتالي فان المسؤوليه تقع على والده. فنشوف بطلنا بيقول له غاضب منه: ايها السلف، انت من يرتكب المعاصي لا نجاة له. فنشوف السلف في الوقت ده بيلتفت لتشيو بغضب ويقوم باستخدام طاقته، ونشوفه بيخنق تشيو بيها وهو بيقول له: ايها الاحمق، كنت ان تجهل العشيره باكملها تدفن معك فلتمت. في اللحظه دي بنشوف تشيو بيتألم جدا ويقول: جدي لماذا تفعل ذلك؟ فيصرخ عليه الجد يقول له: كما قال الاخ من يرتكب المعاصي لا نجاة له. وبنشوفه قضى على حفيده بالكامل وهو بيقول له: مت ايها اللعين. فنشوف ان بطلنا بقى راضي وبيقول له: ليس سيئا، حسنا، الامر السابق قد تم نسيانه الان. فنشوف سلف العائله بيشكره ويقول له: شكرا لك يا سيدي بالنيابه عن جميع افراد عشيره شو، اشكرك على كرمك العظيم. في الوقت ده بنسمع ليه جي بيضحك ويقول: تشو اللعين، لقد رايت ذلك الوحش قد نال جزاؤه اخيرا. وبنشوف ان هو بيبكي من شده تاثره. في الوقت ده بيقرب بطلنا لعنده يقول له: ووجي، الان قد تم الانتقام، هل ترغب في ان تصبح تلميذي؟ فنشوف ان ووجي بيركع على الارض ويصرخ وبيبكي ويقول: ايها سيدي، ارغب في الانضمام اليك من الان فصاعدا، حياتي التافهه ملكا لك، اذا كنت تريد مني فعل اي شيء فقد كن لي، حتى لو كان الموت فلن اتردد للحظه. وبنشوفه بيحني راسه بالكامل وبيصرخ ويقول: التلميذ ووجي يحيي معلمه. ونشوف ان بطلنا سعيد باللي بيحصل ده، وفجأة واحدة بتظهر لبطلنا رسالة من النظام، وأول رسالة مكتوب عليها: تهانينا المضيف على إكمال المهمة، تم منح تقنية قبضة قتال المعركة. وتظهر له رسالة تانية مكتوب فيها: تم اكتشاف موهبة التلميذ، يوفر النظام ترقية مجانية الآن. ورسالة تالتة برضو مكتوب فيها: يا أصحابي، تم منح تقنية السيف المطلقة، سيف الفوضى الأسمى.
وبتظهر رسالة رابعة برضو مكتوب بيها: تم منح حبة دم يوان شان للمضيف لتنشيط سلالة الجنون الكامنة داخل تلميذك. فنشوف بطلنا سعيد باللي حصل عليه ويقول: ليس سيئا، المهم أنجزت بنجاح كبير وحصلت على تلميذ رائع أيضا. وما تلك سلالة الجنون تبدو مثيرة للاهتمام. ونسمع بيقول للنظام: فلتخبرني المزيد عنها. فبيظهروا رسالة من النظام مكتوب بها: سلالة الجنون نوع نادر للغاية من الأجساد في العوالم السامية، يمكن لحامله أن يزيد قوته القتالية بشكل هائل في وقت قصير، لكنه يفقد السيطرة على عقله كالمجنون، وإذا ساءت الأمور فقد يفقد ذاته بالكامل ويصبح آلة قتل حتى يموت. فنشوف بطلنا بيقول هو مذهول رغم انها تبدو خطيرة الا انها قد تكون مفيدة في اللحظات الحرجة. وجي بما انك قد اكملت طقوس الانضمام الي فسأمرر لك تقنية سيف جديدة. فنشوف وجي متفاجئ ويقول له: معلمي لا يبدو كخبير في فنون السيف، قد يكون لديه بعض المعرفة، إذا أنا لا أمانع، شكرا لك يا معلمي، لكن بغض النظر عن أي شيء سألتزم بأوامرك. وبنشوف إن بطلنا بيمرر ليه التقنية، وفي الوقت ده بنشوف وجي مذهول ويقول: هذه التقنية تدعى سيف الفوضى السامي، فعندما أستهل السيف يمكنني قطع الزمن، لا يمكنني كسر السببية اللي بتاع اينشتاين، النسبية والسببية. هذا ليس مجرد أسلوب سيف، بل هو طريق نحو السمو. كل حركة تحتوي على إرادة الخاصة بها كأنها تسيطر على الكون. التقنية التي تعلمتها سابقا التي من الرتبة العليا لا تساوي شيئا أمام هذه التقنية. معلمي من تكون أنت بحق. ونشوفه بيركع على الأرض وبيقول: التلميذ وجي يشكر معلمه على هذه التقنية العظيمة، أنا ندم حقا على تشكيكي بمعلمي سابقا. فنشوف ان هونج والسلف مستغربين، ونسمع السلف يقول: هذا الشاب الذي كان تائها تماما قبل لحظات اصبح الان مصدر رعب لي. ماذا علمته بحق الجحيم. ونسمع هونج بيقول في نفسه في الوقت ده: هل هو سيف يسبح الخالدين؟ إذا تمكن هذا المجنون من إتقان هذه التقنية بالكامل، اللعنة، كيف يمكنني أنا هونج أن أسمح له بأن يتفوق علي لمجرد امتلاكه لتقنية سيف؟ ونشوف إن ووجي بيبصق الدماء في تلك اللحظة ويبدو أنه مرهق للغاية. فينظر إلى بطلنا ويقول له: معلمي لقد استخدمت تقنية سرية دون اقتراص مما جعل جسدي على وشك الانهيار، لقد تضررت جذوري بشدة، أخشى أنني سأخذل توقعاتك. فنشوف بطلنا بيخرج له الحبة وهو بيقول له: أي كلام فارغ هذا، خذ هذه الحبة ستشعر بتغير لا يصدق. فنشوف ان ووجي بيمد ايده عشان ياخد الحبة وهو بيقول له: حسنا معلمي، ما هذه الحبة تبدو غريبة بعض الشيء. ونشوف ان هو قرفان وهو بياخدها. ونسمع بطلنا بيقول في سره للنظام: ايها النظام اللعين، هل تخدعني؟ هذه الحبة لها رائحة كريهة للغاية، هل ستساعد فعلا في تنشيط سلالة الجنون لدى تلميذي؟ فتظهر له رسالة من النظام في الوقت ده مكتوب عليها: كيف تجرؤ ايها المضيف على الشك في قدرات النظام؟ هذا مؤلم جدا. فنسمع بطلنا بيقول: حسنا سأثق بك. ونشوفه بيقول لوجي: هذه الحبة ستنشط سلالتك، قد لا تبدو جيدة ورائحتها سيئة بعض الشيء، لكن تناولها بدون قلق. فنشوف ان ووجي بياخد الحبة من بطلنا ويقول له بكل حماس: نعم سأتناول هذه الفضلات، لا أقصد هذه الحبة. ونشوف ان هو اخدها وبلعها، ولما بلعها ابتدت الطاقة تتفجر من جسمه وابتدى في الصراخ كالمجنون ويقول: معلمي ان انا اشعر بألم شديد. ونسمع الحاضرين في الوقت ده بيقولوا: يا إلهي، ما الذي يحدث لسيد السيف ووجي؟ جسده ينبعث منه هالة غريبة تجعل جسد يقشعر من الخوف. ويقول آخر: احذروا جميعا، فحالته ليست طبيعية، إنه دخل في مرحلة هيجان بالتأكيد. فنشوف بطلنا بيبص له وهو بيفكر ويقول: هل هذا هو تنشيط سلالة الجنون؟ وتظهر له رسالة من النظام في الوقت ده مكتوب فيها: نعم، لكن أثناء التنشيط سيدخل المضيف في حالة هياج مؤقتة إلا إذا كان هناك قوة عظيمة تكبحه. ونشوف إن ووجي في الوقت ده بقى مجنون بالكامل، ونسمعه بيقول: قتل علي قتلهم جميعا. ونشوف ان السلف متوتر في الوقت ده ويقول مع نفسه: كيف تمكن من رفع مستوى تلميذه فجأة الى المرحلة التالية وجعله شخصا في مرحلة الاندماج يشعرني انا سلف الطائفة برعب شديد، كيف ذلك؟ ونشوف هونج برضه بيبص لبطننا وبيقول في نفسه: ما الذي اطعمه له ذلك الوغد؟ كيف يمكنه ان يتغير هكذا فجأة؟ حتى انا عندما صعدت الى عالم الخلود لم ارى مثل هذا التعزيز الغريب في القوة من قبل. وفي الوقت ده بيكون ووجي لا زال في حالة من الهياج والصراخ، ونشوفه ابتدى يلوح بسيفه في الأرجاء وبدأ في إخراج شفرات قاطعة في أرجاء المكان بالكامل.
وهو يقول قطع قطع قتل. فنشوف ان شفرات الطاقة الناتجة عن هالة سيفه دمرت المكان بالكامل. ونسمع احد زعيم الطوائف المتواجد في المكان يقول مرحلة الخلود الوهمي. اللي بيكون في مرحلة الخلود الوهمي بيقول مجرد شخص في مرحلة الاندماج كيف يمكنه إظهار مثل هذه القوة. أشعر أنها حتى لو تصدت لتلك الهجمات بكامل قوتي فسيتم قطعي بسهولة. ما هذا الرعب. ونشوف ان اوجي بيستمر في اطلاق شفرات الطاقة وتدمير المكان بالكامل. فنرى بطلنا بيسقف له ويقول ليس سيئا ليس سيئا، بعد تنشيط السلالة اصبح كالوحش المفترس بحق. فنشوف ان اوجي بينظر لبطلنا وهو بيقول له مت، وبنشوفه بيتجه ناحية بطلنا بسرعة. وفي الوقت ده بنسمع هونج بيقول لبطلنا فلتحترس يا معلمي. فنشوف بطلنا واقف قدامه ويبص له بكل كبر ويقول له عزيزي هونج دعني اختبر قوة اخاك الجديدة. ونشوف في الوقت ده ووجي بيهجم على بطلنا بهجوم قوي للغاية، لكن بطلنا يستخدم هيئة تجسيد الامبراطور للتصدي لهجوم ووجي. ونتيجة لتصدي بطلنا للهجوم ده بيصدر موجات من الطاقة العنيفة في أرجاء المكان بالكامل. فنشوف بطلنا بينظر لوجي ويقول في نفسه جيد جيد جدا، لقد وصل فقط إلى اكتمال مرحلة اندماج الجسد، ومع ذلك استطاع تحمل ضربة واحدة من هيئة الإمبراطور. إن تلك القدرة حقا لقد تجاوزت توقعاتي، كما أنه لا يمكن الاستهانة بها، ولكن حان الوقت لإنهاء هذا الأمر، وإلا أخشى أن جسده لن يتحمل أكثر من ذلك. ونشوف بطلنا بيستخدم هالته وبيخضع ووجي وبيقول له تلميذي العزيز ووجي أنا معلمك أمرك أن تصطفيك الآن. فبنشوف إن بسبب هجوم بطلنا عليه ووجي سقط على الأرض في الحال، ونرى ووجي يقوم من على الأرض وهو مستمر في مقاومة ضغط هالة بطلنا لدرجة أننا نراه يتنفس بصعوبة. ولكن بعد وقت طويل من مقاومته لهالة بطلنا نراه بدأ في استعادة وعيه ويقول معلمي ما الذي حدث لي للتو؟ لقد شعرت أنني فقدت السيطرة على نفسي، كما أن كان عقلي مليئا بأفكار عن القتل، وكان يتملكني رغبة في القتل شديدة حتى أنها سيطرت بالكامل على عقلي. إذا تصرفت بوقاحة أثناء هذا الاهتياج نحوك يا معلمي فأرجوك عاقبني الآن. فنشوف بطلنا بيبتسم ويحط يده على كتفه وهو بيقول له لا بأس لا بأس، فهذا ليس خطأك الآن، فلتتفقد نفسك جيدا وترى إلى أي مدى وصلت. فنشوف إن ووجي متفاجئ ويقوم بالصراخ وهو متحمس جدا ويقول انظروا انظروا مستواي قد ارتفع إلى مرحلة اكتمال اندماج الجسد، والأهم من ذلك أن أساساتي التالفة قد تعافت بل أصبحت أكثر متانة وكأنني ولدت من جديد. إنني أشكرك جدا يا معلمي على ذلك. وبنشوف إنه بيركع قدام بطلنا وبيستمر في تقديم الاحترام ليه. فيقول له بطلنا في الوقت ده ووجي لقد قمت بتنشيط دماء الشيطان المجنون بداخلك، وعندما يتم تنشيط هذه الدماء فإنها تمنحك قوة لا يمكن تصورها، ولكن لا يمكنك الحفاظ عليها لفترة طويلة، عليك أن تتعلم أكثر التحكم فيها. فنسمع ووجي بيقول لبطلنا بكل احترام وخشوع نعم سيتذكر التلميذ توجيهاتك أيها المعلم وسيحفظها في قلبه. وفي الوقت ده بنشوف صرف التوفى بيضحك من وراهم ويقول تهانينا يا سيدي لحصول تلميذك على هذه القوة، فإن ذلك ممتاز جدا، ومن أجل هذا اليوم السعيد ألا تريدين الدخول لاحتساء بعض الشراب؟ فنشوف بطلنا بيبتسم ليه ويقول له أليس هذا استيلاء على وليمتك أيها السلف؟ فهذه الوليمة أنت أعددتها بمناسبة احتفالك بوصولك إلى مرحلة شبه الخلود. فيقول له السلف لا بأس فذلك يزيد فرحتنا فرحتين، ما رأيك يا صديقي؟ وفي الوقت ده بيكون الحاضرين سامعين الكلام اللي بيتقال، فيقرب واحد على التاني ويقول له لقد قام هذا السلف بقتل شخصين من عائلته بيديه، والآن يتذلل إلى ذلك الشخص المدعو إيه بهذا الشكل، لم أتوقع أنه سيصبح هكذا. فيقول له شخص تاني يبدو أن ذلك الشيطان ذا الشعر الأبيض سيواصل إثارة المزيد من الضجة في المنطقة الشرقية بأكملها. وفي الوقت ده بنشوف نظرات الجدية على وجهه وبيقول في نفسه هذا العالم يحكمه الأقوياء، وهذا الشخص المدعو قد جعل سلف عائلة شو يقتل أهله كما أنه جعله يمتن له، يجب أن أصبح أقوى أيضا وإلا سأبقى تحت سيطرة هذا الوغد إلى الأبد. وفي الوقت ده بنشوف بطلنا بيقول له سلف الطائفة لا سنقوم بالمغادرة الآن، لقد انتهينا أساسا من الأمر، استمروا أنتم في احتفالكم. ونسمع بطلنا في الوقت ده بيندع على هونج بيقول له هونج فلتحضر شي ولتأتي. ونشوف ان هونج بيشد شي اللي تقريبا فاقده وعيها وبيقول له حسنا يا معلمي. وبنشوفهم بيغادروا المكان، واثناء ما بطلنا وتلاميذه بيغادروا المكان بنشوف ان جميع الحاضرين بيقدموا له التحيه وهم بيقولوا نودع السيد الخالد وبنسمع كمان سلف الطائفه بيقول السيد زرنا عندما يتسنى لك الوقت، باب طائفتنا مفتوح لك بالكامل. وبنشوف في الوقت ده ان اكون حضر الى المكان وبيتجه لركوبه بطلنا وتلاميذه،
وبنشوف ان هم بيغادروا المكان في وسط ما افراد الطائفة والحاضرين بيودعوهم. ولما بيغادر بنسمع السلف بيقول في نفسه: أخيرا رحل هذا الشيطان، يا للأسف لقد تحولت وليمتي من وليمة نصر إلى وليمة عار وخزي. وفي الوقت ده بيقاطع كلام سلف العائلة شخص من الحراس وهو يركض تجاهه ويقول: يا سلف الطائفة، لقد وجدتها، لقد وجدت أخيرا يد الابن الأصغر. وبنشوف إن في إيد الحارس ده الزراعة الخاصة بتشيو. أين هو السيد الصغير تشيو؟ فيلتفت ليه السلف في الوقت ده ويبتدي في الصراخ عليه ويقول له: ايها الكلب اللعين، فلتلقي بهذه اليد بعيدا. فنشوف ان جميع الحاضرين في الوقت ده بيسخروا من اللي بيحصل. فيبتدي السلف ده في الغضب ويصرخ عليهم جميعا ويقول لهم: انتم ايضا جميعا فلتغربوا عن وجه الان، تم الغاء هذه الوليمه اللعينه. وبنشوف ان جميع الحاضرين بيبتدوا في مغادره المكان الى طوائفهم. وبكده يا باشا كل واحد هنا كان من طائفه ما هيبتدي ينقل الاشاعات، والاشاعات هتكتر على بطننا. ده تحليلي للموقف يعني. ونشوف ان بطننا وتلاميذه متجهين الى طائفه السماء العميقه. وفي الوقت ده بنسمع اوجي بيقول في نفسه: ان التحليق على ظهر وحش الكنغ بنغ هذا شعور لم اشعر به من قبل. اشعر وكانني احلم، كما انني فقط لم انتقم الى اختي، بل ايضا اصبحت تلميذا لدى معلم خالد عظيم مثل الخالدي. وبنشوف ان اوجي بيلتفت ناحيه هونج ويقول: كما ان الانسه هونج جميله حقا كما تقول الشائعات، اليس من الافضل ان احييها الان بدلا من الانتظار لعند الوصول الى الطائفه؟ لا انتظر الان، فاختي هونج ليست فقط موهوبه بل جمالها ايضا لا مثيل له. وبنشوفه ما بيقدرش يستحمل وبيروح لعند هونج ويقول له وبيبتسم: ارجوك يا اختي فلتهتمي بي وتقدمي لي بعض النصائح. اساسا بيكون هونج غضبان للغايه وبيفكر ازاي ان هو يتغلب على ايه ويتخطاه. لكن لما بيقطع اوجي بالكلام ده بنشوف ان هو اتضايق وسابه ومشي وبيقول: تبا انت الاخر، ها هو الامر مره اخرى، لماذا كل الرجال هكذا؟ لقد اصبحت متوتر بعد ان قتل ييزا لك الخالد وتغلب عليه، والان اخذ ايضا تلميذ لديه قدره تجاوز المستويات. اصبح الان تحقيق انتصاري اكثر صعوبه. وبنشوف ان اوجي متفاجئ ان هونجا حتى ما ردش عليه وبيسيبه وبيغادر المكان. فيقول له هو متوتر: ها اكان كلامي خاطئا يا اختي؟ ففي الوقت ده بتقطع تشي وبتقول له: يا رفاق، انتم دائما تخطئون في جنس الاخ، وانه يكره ذلك بشده. فبنشوف ان اوجي بيلتفت لشي ويقول لها: ها بالمناسبه من انت؟ فبتقول له: انا اختك الكبرى شي. فبنشوف ان اوجي بيلتفت ليها ويقدم لها التحيه ويقول لها: انا احيي الاخت شي، انا التلميذ الجديد الذي اخذه المعلم من عائله شو، يمكنك مناداتي بوجي. فنشوف ان شي اتوترت للغايه وتقول: هل لدى شي اخ اخر؟ هذا رائع جدا. فنشوف ان اوجي بيشكر شي ويقول لها: شكرا لك يا اختي على المعلومه، الان عرفت سبب معاملته البارده لجميع الرجال الذين حاولوا استرضاؤه، اتضح انه رجل لقد اخطأت انا ايضا في حقه. فنشوف ان شي بتحذره وتقول له: في المستقبل خلي بالك، لأن الأخ هونج يعتبر هذا الأمر من المحرمات بالنسبة له. فنشوف إن اوجي بيقول هو متوتر: حقا المعلم محاط بأناس غريبين، رجل وسيم بهذا الجمال وأخته تشبه الفأر اللطيف. فنسمع شي بتتنادى وتقول له: في الحقيقة شي تريد أن تصبح مثل التلاميذ، ولكنني لا أعلم لماذا توقفت في حالة نصف التحول فصرت هكذا، فلهذا السبب أنا أسبب المتاعب لمعلمي بين الحين والآخر. فنشوف ان اوجي بيبتسم ويقول لها بحرج: الاخت لم تكن تعتمد اذن البقاء على هذه الهيئه، اعتقد انها ظريفه ومميزه. بالنسبه اذا كان الامر يتعلق بفن التحول فلقد حصلت على كتاب سري عندما كنت اسافر في المنطقه الشرقيه، ربما يساعدك في العوده كليا الى هيئه الانسان. وبنشوفه خرج كتاب وماسكه في ايده. فنشوف ان شي خدت الكتاب بسرعه وهي متحمسه وتقول: حقا هذا رائع، اذا نجح الامر فلن تسبب سوء المتاعب للمعلم بعد الان. وبنشوفها خدت الكتاب وبتجري ناحيه بطننا وهي بتقول له: انظر يا معلمي، انظر شو حصلت على كتاب فن التحول، الان يمكنها كليا التحول الى هيئه الانسان ولن تسبب المتاعب الى المعلم مره اخرى. فنشوف ان بطننا نايم وحاطط صباعه في مناخيره ومش عارف ليه ويقول لها: هل هناك شيء بهذه الجودة؟ ولكني سأشتاق إلى رأسك الفرو اللطيف هذا. فتقول له شي: لا تقلق يا معلمي، في المستقبل تستطيع شو التحول كما تريد إلى أي هيئة. وتكمل وتقول له شي: بالمناسبة يا معلمي، هل سنعود إلى الطائفة الآن؟ فيقول لها بطنها وبيتفاخر: العودة إلى الطائفة بالطبع لا، فركوبتي بهذه الروعة، يقصد وحش الكنغ بنغ أكن. ويكمل كلامه ويقول: يجب أن أتباهى بها في كل مكان.
ونسمع بيقول يا أكن انطلق. وبسبب الشائعات اللي انتشرت عن الأحداث اللي وقعت في وليمة عائلة شو أصبحت صادمة للعديد من الساكنين في المنطقة الشرقية، كما أن قوة بطلنا يي أصبحت لغزا كبيرا بالنسبة لهم. وبعد 3 شهور في المنطقة الشرقية تحديد في مقاطعة شو بنشوف إن في معركة دامية بين جيش من البشر ضد جيش من الوحوش والشياطين، ونرى أن جثث الأشخاص تملأ المكان، ونشوف شيطان باين عليه القوة بيقول اقتلوا كل هؤلاء البشر. في الوقت ده بنسمع الحراس اللي بيدافعوا عن مدينة بانشي بيقووا بعضهم وبينشروا الحماسة بيناتهم، ونسمع أحدهم بيصرخ ويقول اقتلوهم ولا تسمحوا لهؤلاء الوحوش بالدخول إلى المدينة. وفي الوقت ده بنسمع صوت صراخ وبكاء وعويل في أرجاء المدينة بالكامل، ونشوف أن هناك الكثير من الأشخاص المصابين والقتلى، ونرى امرأة تبكي بشدة وهي تحتضن صغيرها وتقول بكل يأس هل هناك من منقذ لنا؟ يا للأسف سنلقى حتفنا جميعا، فإن الوحوش والشياطين تحاصر مدينتنا بالكامل. وفي الوقت ده بيكون بطلنا بيمر من فوق المدينة دي، فنرى وجي يتقدم ناحية بطلنا وبيقدم له الاحترام وبيقول له معلمي هناك جيش من الوحوش والشياطين يحاصر مدينة توجد بأسفلنا. فنشوف بطلنا في الوقت ده بيكون بيلعب لعبة مع هونج، فيقول له حسنا سأوكل لك هذا الأمر. وبنشوف ان هونج متغاظ جدا ويبدو ان هونج مهزوم في اللعبة، وبيقول مع نفسه ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتلعب على مزاجك؟ ازاي تحرك القطع كده؟ لم ارى اي شخص من قبل بهذه الوقاحة. ونشوف بطلنا بيقول له في الوقت ده بكل غرور هونج انت سيء جدا في اللعب، انا لم استخدم حتى 10% من قوتي وانت قد خسرت اللعبة. فبيقول له هونج متعصب يا معلمي هذه الحركة التي فعلتها غير قانونية ولا توجد في اللعبة. هنشوف بطلنا بيبصله بنظرات مرعبة ويقول له طالما فعلتها فإنها توجد، يبدو أنك غراضي، هل تشك في مهاراتي؟ وفي الوقت ده بنشوف فتاة صغيرة لطيفة جدا قادمة من خلف المعلم ونسمعها تقول المعلم لا أحد يستطيع التغلب عليه في الشطرنج. فنشوف بطلنا بيضحك ويبص لها ويقول لها أجل لا أحد يستطيع التغلب عليه، ما رأيك في مهاراتي يا شي؟ دي شي بعد التحول. فتقول له شي أجل أن معلمي هو الأفضل. فنشوف هونج غاضب جدا ويقول تبا لك ولذلك الفأر اللعين فإنه يعرف كيف يتملقك. وفي الوقت ده بنشوف ان بطلنا بيلتفت لوجي ويقول له ها كنت تقول شيئا قبل قليل. فنشوف ان وجي بيقدم لبطلنا احترامه وبيقول له اجل يا معلمي هناك مجموعة من الشياطين والوحوش تحاصر مدينة في الاسفل والوضع يبدو حرجا جدا. فنشوف بطلنا بيقول ها شياطين ووحوش، يقال أن الشياطين تنتمي إلى عرق الظلام من المنطقة الشرقية من مكان قديم ومحرم يدعى هاوية الظلام، وهو موطن العديد من أعراق الظلام. ويقال أنه في العصور القديمة حاولت كائنات هاوية الظلام غزو العالم الخارجي، فحينها اتحد الممارسون البشريون والصاقلون وخاضوا حربا كبيرا معها من أجل إخضاعها، ثم هزمت هذه الكائنات وعادت أدراجها، ومنذ ذلك الحين تعايشوا بسلام دون أن يتدخلوا إلى عالم البشر مرة أخرى. والآن ظهورهم يعني أن الهدنة التي دامت ملايين السنين قد انتهت. هذا أمر خطير جدا. وبعد ما بينتهي من التفكير بنشوفه يتحرك لعند رأس أكون ويقول هذا أمر يبدو خطيرا جدا، إذا فنتوجه نحو هؤلاء الشياطين. ونشوفه بينظر بنظرات كلها شر وبيقول في نفسه لنرى إذا ما هي المشكلة، سأقوم بمحوهم بالتأكيد. Mon Hwangge.